مساء الخير الناس الكل، مرحبا بكم في العشاء سبور على فيرست تي في. نقولوا مبروك للنادي الافريقي تتويجه ببطوله موسم 2014-2015 لكره القدم. اكيد اليوم باش نحكيو على لو باركور دان شامبيون. نجم الرياضي الساحلي زاد نقولوا له مبروك المرتبه الثانيه المؤهله للتشامبيونز ليج الافريقيه، ونحكيو زاد على لو باركور نتاع النجم الرياضي الساحلي. نحكيو زاد منتخبنا الاولمبي وترشحه للدور المقبل وتحضيراته للدور المقبل ضد المنتخب المغربي الأولمبي في تصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. ان شامبيون زاد ايمن عبد النور، نحكيو على تألقه في البطوله الفرنسيه كلاعب، ونحكيو على تألق الاسعد الشابي جرده في البطوله النمساويه كمدرب، من غير ما ننساو ايضا كاس الكاف وتحضيرات فرقنا وحظوظهم لمباريات العوده في المسابقه الافريقيه. هذه محاورنا واهم محاورنا في العشاء سبور على فيرست تي في اليوم. قبل نشوفوا شنو حضر لنا شيف ريجنسي في المنيو لينا ولضيوفنا. افو شيف. مرحبا بك مدام عايده، مرحبا بضيوفك الكرام. اليوم في المنيو نتاعنا عندنا كارباتشو دو بول اي بوم دو تير، عندنا في السويت بوبيات دو فيلي دو بوف وبيستاش، الغارنيتور نتاعها ري بيلاف، وعندنا في الديسير بارفي ونوغاتين. ان شاء الله المنيو نتاعنا يعجبكم وشاي طيب. طيبة للناس الكل، مشاهدة طيبة للي تابعوا فينا على فيرست تي في. هذه العشاء سبور محاورنا اللي تحدثنا فيهم قبيلة نحكيو فيهم مع ضيوفنا في البلاتو. لونترينور نتاع النادي الافريقي مسيو دانيال سانشيز. بيانفونو مسيو اي فيليسيتاسيون. ميرسي. نحكيو ايضا مع ايمن عبد النور لاستار دي فوتبول التونيزيان اليوم. اكيد ايمن مرحبا بك. مرحبا بك مدام عايده. لاعب المنتخب الوطني التونسي، باش تكون في التحضيرات مع المنتخب الوطني التونسي، واكيد باش نحكيو على الباركور نتاعك اكسبسيونيل مع موناكو السنه والعروض اللي قاعده تتهاتل على ايمن عبد النور من اكبر الفرق الاوروبيه، نجم نقولوا اللي من انجح اللاعبين في التجربه الاحترافيه. لسعد جرده ايضا، لسعد جرده الشابي هكا ولا؟ هذاك هو لسعد جردة الشابي، جردة في الكلوب والشابي في النمسا. هي سي ان سورنو ولا اسمك؟ لا، هو اللقب نتاعي كان جردة، وتعرف في احد بورقيبه قال لقبات جردة وبذبوه هذو بدلوهم، دونك مشى بابا بدل لقب جردة. وانت فوزافي تونو الجردة على خاطر هو اللي تعرفت به في النادي الافريقي. فوالا هذاك هو. لسعد جردة وتألقوا في البطولة النمساوية، اكيد باش نحكيو عليه. نجاح المدرب التونسي ايضا في بطولة اوروبية سو ني با ايفيدون. نحكيو زاده مع ياسين بوشعالة يلتحق بنا شوية اخر على اتحاد اللاعبين التونسيين لكرة القدم. اكيد يحب ينشط ويحب يعمل برشا حاجات لكرة القدم التونسية وللاعبين المحترفين. قبل هذا الكل كالعادة معكم مهدي عبيد في اللوردوفر وجولة في وسائل الإعلام مكتوبة مسموعة المرئية والإلكترونية. مرحبا بك مهدي. أهلا وسهلا عايدة، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بأيمن اللي نعتزوا به برشا، سي لاسعد ومسيو دانيال. باش نبداو بالاحتفالات تاع النادي الافريقي قبل ما نشوف شويه تصريحات كالعاده اللي فيها شويه فاح، حتى في الاحتفالات ديما فما التصريحات الناريه. جوست باش نبداو بنجم ربي يلطفنا من النار، خاطر اليوم ديجا نهار سخون على الاخر. لا لاباس لاباس. لطف لنا شويه بالله، صب عليه شويه مالنا ان شاء الله. باش نبداو بالحق بستار معناها تصنع في الجولات الاخيره في النادي الافريقي عماد المنياوي، اللي الفرحه كانت ظهر لي خاصه اللي هو خاصه انه جماهير النادي الافريقي ابدعت باش خرجت اغنيات للمنياوي نشوفوه كانوا ظهر في صوره العريس نهارتها في ماتش جرجيس.
لاعب جديد في المنتخب التونسي بصراحه من حد شيء معناها تصنع نجم كبير، تصنع ملاعب كبير. نقول من حد شيء شو ما فماش اضواء كبيره على الملاعب هذا، جا من نجم متلوي لكن تقريبا كان نجم الموسم السنه والفيزيون كانت ممتازه. نجم نهايه الموسم. صحيح خاصه قلنا الجولات الاخرى تصنع المنيوي. لهنا علاش عايده حبيت نعدي الاكستري هذا لانه رينا السنه فما شارم في الجماهير، فما معناتها جماهير الافريقي رجعت ممكن الغنايات من عام 80 عام 90، ممكن الغنايه هذه الغنايه ثم كانوا يتغنوا بهم جمهور الترجي الافريقي والكبار اللي معناتها حتى في العمر اللي كانوا يتبعوا الثمانينات التسعينات يقولوا اللي الغنايات هذوما معناها رجعوهم للزمن الجميل. معناها بطوله السنه كمان فيها مشاكل اما فيها حاجات هكا طريفه شويه. كنت مهدي باش نسال مسيو سانشيز هنا كونسيرنون عماد المنيوي، اسكو vous attendiez monsieur Sanchez à ce que ce joueur-là ait cette fin de saison fracassante en début de saison, parce que on l'a pas vu réellement en début de saison, puis en fin de saison il a été époustouflant, disons, et décisif pour votre club. Oui, c'est vrai, il a assez peu joué sur la première partie, mais ça s'explique facilement parce que sur la première partie, on jouait tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, donc il y avait peu de possibilités de changer l'équipe. Donc ça a été une période un petit peu difficile pour lui, bien sûr, et ça je le ressentais bien, mais il s'est accroché, il a bien travaillé, et je lui avais dit sur la deuxième partie, le championnat est sur un autre rythme et on va avoir besoin de toi. Donc il a été récompensé. Et ça vous a surpris ou Pas surpris, non, pas surpris, parce qu'il a eu la bonne mentalité, il a été patient, il a continué à travailler. Et au moment où on a eu besoin de lui, comme je lui avais dit auparavant, ben, il a donné satisfaction. Et peut-être au-delà de nos espérances, parce qu'il a marqué quand même des buts importants, bien sûr, et décisifs. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Mais ça récompense un joueur qui a eu une mentalité exemplaire. أيمن عبد النور، عماد المنيوي ان بو لو ريف تونيزيان في 30 سنه يترشق في النادي الافريقي ويزيد دعوه للمنتخب الوطني التونسي. ما نجموش ما نحكيوش على الملاعب هذا. ان شاء الله مبروك عليه، ظاهر معناها جوار ياسر سيريو وعاون النادي الافريقي في الاخر وقتها في حاجه للملاعبيه. نعرفوا اللي تجاب تضرب وزهير ذوادي خذا معناها ورقه حمراء قعد مده ما يلعبش. دونك الافريقيا بزوان معناها ديما باش تشوف الملاعبيه اللي غومبلاسون تاعهم، والميناوي معناها عمل فان سيزون باهيه ان شاء الله. معناها الملاعبيه هذا بالنسبه ليلو ظاهر ولد متربي وسيريو ان شاء الله. معناها كيما نقولوا يلزم يكونفيرمي لاني بروشين معناها باش يعمل سيزون معناها كامله بانتباه. وكلمه حق في المنياوي وفي منتصر الوحيشي اللي جاب المنياوي ويلا كرو اون سي بوسيبيليتي، امن به برشا، بالرغم اللي برشا ناس تسالت في احباء النادي الافريقي شنو يعمل اسكي سادابت في النادي الافريقي ان جران كلوب بعد ما جاي من المتلوي. ان توكا كلمه حق في منتصر الوحيشي ان بون شوا. وقتها منتصر لاموه حتى عشواء قال باش يكون احسن انتداب. قال باش يكون احسن انتداب. هذيك علاش حبيت نعطي روندرا سيزار سكي ابارتيان ا سيزار في الاختيار هذايا وفي الاعتراف. لكن توا السؤال شو باش يتغير في النادي الافريقي؟ اسكو مسيو دانيال باش يبقى في الافريقي ولا لا؟ منتصر باش يبقى في الافريقي ولا لا؟ فما البارح سليم رياحي رئيس النادي كان حاضر في شمس وفي موزايك وتحدث في تصريحات تخص مستقبل النادي واظهر الغضب نتاعو، اظهر حقيقه لاول مره ظهر لي معناتها بالجري الفرحه في ماتش جرجيس شنو كان باش يعمل سليم رياحي. نسمعوه. قلقت كان طبعا في الشوط الثاني، خاطر من الاول كنت مرتاح، ويمكن الراحه برشا هذيك هي اللي خلتني نتقلق اكثر في الربع ساعه الاخرى، خاصه بعد ما عدلت جرجيس. ولكن الحمد لله. وكنت مروح يظهر كنت نحب الروح كنت نحب نروح، ولكن من بعد طبعا الحمد لله جت ضربه جزاء اللي هي جسمها صابر خليفه وارتحنا معناها. وتوج النادي الافريقي باللقب باسي. دونك شوفوا معناها في فراكسيون سكوند تتبدل في الكره كل شيء. الرئيس كان باش يروح وقت الغسره هذيك نتاع 5 مينوت معناتها الاخرين ولا ربع ساعه الاخرى. المهم هذا تصريح نتاع سليم رياحي. قلنا قبيله فما شويه مشاكل في التصريحات. رينا الاسبوع هذا تصريحات من نجم الساحلي حسين جنيح وكذا، لكن ظهر الناس الكل شاف التصريح. جوست نحب نرجع مع تصريح زاد رياض بنور اللي حتى وخرج من الترجي يعمل في المشاكل. نشوفوه في الاحد الرياضي. رياض بنور، شنو اللي تغير في الموسم هذا مقارنة بمواسم اللي تعدات اللي كان فيها احتقان، كان فيها منافسة أيضا، كان فيها مشاكل، كان فيها تجاوزات، شنو اللي تغير؟ اللي تغير الترجي هو سبب، الترجي كان في افريل ماي يفض الشامبيونا وما يتعارك حد وفينا مشكل للمداعبة فقط، ولكن أكيد لونجو معناها سيدي يغزر لك على جنب. لا مرحبا به. يعني تسخر في الجو سيدي سخون.
ولا كما قالوا له في البلاتو الجو سخون ما يزيدش يسخن الاجواء هذه. صارت في الاتحاد الرياضي الجمعه اللي فاتت قبل البطوله هذه. لا في كلام نتاع محب حسيل مش نتاع مسؤول. يعطيك الصحه، خاصه انه خرج ما عادش عنده الكاسكيت نتاع المسؤول. في ظل المشاكل هذه الكل نشوفوا فيها وزاد كلمات على التحكيم وفما حتى تعنيف للحكام في بطولتنا، جاتنا صوره عايده مثاليه باش تبقى تاريخيه من بطوله تركيا. شوفوا التكريم اللي عملوه الاتراك الحكم نهايه الكارير نتاعو، فانت كارير الاربيتر هذايا. شوفوا معناها عباره عملوا له معناتها اوماج خلينا نقولوا. شوف عاد هذايا بالحق معناتها سابقه اولى، هذايا يعطيو درس كيفاش يتصرفوا مع الحكام. طاقم كامل. هذا اخر مباراة يزفرها الحكم هذا. شوف الملاعبيه شنو معناتها شو باش يعملوا مع السيد هذا، يهزوه على العناق وفرحوا به معناها حتى اكثر من هكا. احنا يضربوه على العناق. شوف اغزر عادي يعني الفريق المنافس والفريق المنافس الاخر زوز فرق الاخرين لموا جمعتهم نقطه واحده هو الحكم، معناها يشوفوا كيش فرحوا به وخرجوه في ابهى الحلل. وشوفوا تفادنيته هذه ورقه حمراء اخرج جمله من ميدان كره القدم. هذه بالحق حاجه تتورخ ومحلاها نتعلموا منها ان شاء الله في تونس. لازم زاد لي زاربيتر يكونوا كومبيتون، يخدموا على رواحهم ويترينيو كل نهار، خاطرهم سي سون دي بروفيسيونيل، ياخذوا في فلوس وياخذوا في دي بريم كل ماتش ويعطيو في حق العباد. بينالتي كيما تتزفر ما تتزفرش ما تتزفرش معناها. فهمت؟ ظاهر قلبك معبي على الزربيتر. لا والله لا نحبهم ونحترمهم معناها ديما. ترى اللي عندهم نقص في الاستعدادات على الاقل للمباريات. بيان سور لازم يكون شنو كومبيتون، لازم يكون يترافاي، لازم يسونترين شاك جور، يلزم يكون بروفيسيونيل خاطر هو معناها محايد. يلزم يكون لا محايد ولا ما نحكيش لا على حتى شيء معناها. فهمت؟ جوست سي بيان معناها توا الكره بروفيسيونيل، لي زاربيت لازم يكونوا بروفيسيونيل ولازم خاطر ياخذوا في فلوس ولازمهم يزفروا كوب دافريك وكوب دي موند. كيفاش يزفروهم هذوك؟ لازم كي يجي معناها الناس اللي في الكاف والناس اللي في الفيفا تعين الحكام يلقاو اكزوم موزايد في البوا، يلقاه معناها يعطي في حق العباد، يلقى ديما الاربيتر الكل لي زاربيتر الكل يغلطوا، لازم يعطي هو زاد حق العباد ويقول هذا معناها فريمون ان اربيتر ما يخافش ويلي لا. هذاك هو اللي اونتر معناها لي زاربيتر تونيزيان ولا لي زاربيتر معناها في اوروبيان. سي سا معناها لا ديفيرونس. واضح. باش نمشيو توا نبعدوا شويه على الاجواء، بس نعملوا له هكا في اخر الماتش ديما، مش حتى كي يكمل كاريره. اكزاكتومون. يكون يستحق لوماج اللي يعملوه. في الافريق ديما الاربيتر يخرج باب صغير، الافريق بصفه عامه وعامه ما يخرج بغلطه بكارثه يعملها ويقولوا السيد هكا فانت كارير هذاك علاش غلط ومشى، معناها موضوع كبير. باش نمشيو توا مع الترجي التونسي اللي ظهر الامور مش ولا بد في الترجي الايامات وفما بعض النقاط المسكوت عنها، لكن هذه حاجه من الحاجات اللي نجموا نقولوا تنجم تكون قطره فيض الكاس. استقالة عامر البحري رمز من رموز الترجي التونسي. بعد 65 سنة البحري يستقيل من الترجي ويكشف الأسباب. هذا ارتيكل من الارتيكل هبطوا في الصحافة التونسية من أخبار الجمهورية الجمعة هذية، وفما برشا كواليس وبرشا كلام قاعد يتقال، دي فيرسيون عايدة مختلفين برشا. يقال انه على خلاف مع زياد المساني مع حمدي المدب، يقال انه الكره ما عادش يتعدى على مسؤولي الترجي، وفما فيرسيون أخرى تقول انه معناتها في ظل رفضه للأسباب، يقول أسباب شخصية، يقولوا معناتها كما يسميوها عم عامر تعب شوية ما حبش يكمل المسيرة، لكن ما نتصوروش السبب هذا في الوقت هذا بالذات. هذا علاش عجبتنا الموضوع نتاع الترجي، خاطر فما حاجات معناها يلزم مسؤولي الترجي يوضحوهم ويحكيوا عليهم. تجديد العقود اللي اول مره في الترجي تقريبا قبل بجمعه وجمعتين توفى العقود وما يعرفوش الملاعبيه وين باش يمشيو. شاكر الرقاعي ديجا معناها سي اون انفورماسيون كي تومبي سي دو ديرني جور. بالضبط. بداو في الانتدابات وبداو يخموا في وفما زاد حتى البوليميك نتاع حاتم البجاوي وين بالضبط الملاعبيه هذايا. الترجي قاعد يستنى اللحظات الاخرى باش يهزوا معاه الغانا في الديبلاسمون، ما لقاوهش معناتها الكونتاكت غاب جمله نهارين 3 ايام. عبد النور بارازار ريتش البجاوي في سوسه ولا حاجه؟ لا يعني بالحق خاطر اللغز هذا لكن زوجته وضحت وقالت اللي هو كان في زياره للكلينيك مسؤولي الترجي يقول لك اقل شيء يهز التليفون ويقول راني مانيش ماشي معاكم معناتها للرحله نتاع غانا خاطر انجاجمون. لا البروبليم توا انه الملاعبي غايبه اخباره ما عادش قاعد يترينا مع الترجي، وحتى استناوه كما قلنا لاخر لحظات باش يسافر معناتها كونفوكي مع الليست بريفون ويمشي. هذا ما صارش وهذا اللي خلق التاويلات، وكما قلنا باش يكونوا عادلين. مرته قالت راهو جوست ظروف عائليه. باش نختموا مع حاجه تجينا من اسكتلندا، مدافع ويعرفوا ايمن برشا، عاده ما كنا نكبروا به ونشكروا فيه. نمشيو تصاور شويه. هذه مباراه من اجل الصعود للدرجه الاولى الاسكتلنديه بين فريق رانجرز ومثويل، زوز فرق كما قلنا عندهم لونجو. الساعه قبل ما نشوفوا بلال المحسني، من هنا بدات المناوشات، من هنا بدات الجماهير شوفوا اللقطه هذه هي اللي خلتنا الناس كلها على اعصابهم ممكن في المباراه هذه.
مع الغالب معناها هكا تصويره فيها الديتاي الكل. وبعد لاعبنا التونسي تبارك الله بلال محسني هو اللي عمل الشو هذا الكل. باش نرجعوا بشوي بشوي عايد على التفاصيل هذه. كان اعتدى على ملاعبي، شوفوا كيفاش هي الجمله يعني، ودخلت حتى معناتها قوات الامن ودخلوا المسؤولين والاستادية غادي كما نقولوا في الاستاد، حبوا يفرقوا الامور. لكن شوف معناتها خرجت الامور من السيطره. هاو باش تشوفوا بالزوم معناها شنو عمل بالضبط بلال المحسني مدافع المنتخب والمدافع كما قلنا اللي يلعب في معناتها في بطوله كمان في فريق معروف فريق مشهور. هنا بلال المحسني معناتها يقول انه الملاعبي معناتها تفوه تجاهه بعباره عنصريه ومثلوا الدين نتاعو. هذه الفيرسيون اللي سمعناها على بلال المحسني. ودازو زاد حسب اي لا موجود العنف. لكن شوفوا هو ايش عمل، رجع بطريقه زاد عنيفه شويه. هاو نعاودوا نشوفوا اللقطات اللي عملت بوز كبيره بوليمي كبيره زاد عايده في الصحافه الاوروبيه. شوفوا التصاور هذه وصلت حتى الفريق نتاعو غلاسكو رانجرز تبرى منه وقالوا معناها نهايه العلاقه بين الملاعبي والفريق، ومحطوط حتى في الليست نتاع الديبار مع الفريق هذايا. وكان استدعوه حتى الامن باش يخضع معناتها للتحقيق ولا تحقيق الامني، والفريق خرج منها. وباش يكون ممكن في هديه في طبق جا الفرق التونسيه اللي يحبوا على الملاعبي هذايا بلال المحسني. هذوما تصاور مادام عنده هذوما الخاصيات نتاع البوكس اكيد يمشي في البطوله التونسيه. لسعد جردة لهنا اللاعب كي يتم استفزازه ظهر لي ا سو نيفو لا محترف وكل، اسكو سي اون رياكسيون نورمال هيومان كونه يستجيب للاستفزازات هذه ولا يلزم ضبط النفس اكثر؟ لا، الشيء اللي عمله ماهوش عادي في كرة القدم يعني. هو اللاعب يستفزك علاش؟ المكثر يستفزك يبدا خاسر. واحسن حاجه احنا نعلموها للملاعبيه كي تبدا خاسر ماكش تستنى من الملاعبي اللي ضدك باش يجي يسكرك يقول لك بارك الله فيك انت ربحنا، باش يجي يستفزك. دونك يلزمك تكون دم بارد. انا ماذا بيا نعلق حاجه على اللي قاله مهدي قبيله، الميناوي لاعب النادي الافريقي، وهذه حاجه يظهر ان الكره اليوم ما فيهاش كبير وصغير، فيها لو روندمون. فما ملاعب يوصل عمره 32، لوكا توني اليوم في ايطاليا 38 سنه ميور بوتور. فهمتني؟ ماتيوس قاعد 38 سنه يلعب في المنتخب وقائد المنتخب في المانيا ايضا. فهمتني؟ يظل ايمن بحذايا وشو سيور اللي تري سيريو في خدمته. فهمتني؟ نجم يوصل في عمر كبير يلعب الكره. زاد نذكروا برشا امثال في اوروبا. 40 سنه نجم غدوه هي الشامبيونز ليج. كيف الحاجه الثانيه لعب معايا 37 سنه. الحاجه الثانيه التصريحات الناريه اللي قال عليها. انا قاعد نتفرج في الكوره وهذا باش نوصلوا لها هذيا. لا سعد سامحني باش نقص عليك خاطر باش نوصلوا لها باش نحكيوا عليها باللي ديتاي من بعد نعديو بيان سور تصريحات النجم الرياضي الساحلي. وبالنسبه للسي عمر البحري اللي بعد 65 سنه يعني ولا 66 سنه 65 سنه يظل لي الكوره وقت توا. فهمتني؟ نبدلوا يلزم لي جون يخدموا. فهمتني؟ نعطيو الفرصه للي جون باش يخدموا 40 و45 سنه. فهمتني؟ تبارك الله عليه سي عمر البحري لعبت عنده وانا كي كنت في اما تعرف اللي هو موسوعه في تسكير قوانين الرياضيه والكل معناها هو كاتب عام ماهوش معناها. فهمتني؟ لكن فهمتني احنا ديما نقولوها في اوروبا باش تاخذ الانتريت نتاعك لازم تخلي صغار تخدم. كان صغار ما تخدمش ما تاخذش الانتريت نتاعك. فهمتني؟ على كل حال ان شاء الله سي عمر يلقى الحل المناسب ويكون خروجه من الترجي الرياضي من باب كبير خاطر قدم للترجي الرياضي. ان شاء الله هذه الكلمه اللي يلزم نركزوا عليها لسعد، انه ما يكونش خرج على اسباب كما يتوقعها مهدي انه فما خلافات والكل. ان شاء الله يخرجوا من الباب الكبير كما شفنا الاربيتر وبتكريم وكل شيء يستحق عمر البحري. سي عمر البحري بعد كل الخدمات اللي قدمها للترجي الرياضي التونسي من اي رئيس جمعيه شتى هو خدمه مع كل الرؤساء عدى مع كل حتى سي عمر البحري موجود. حتى الجامعه يسالوه والفرق الاخرى يسالوه يكون عندهم معناها اشكال قانوني ولا يحبوا ياخذوا استشاره وهما يحكيوا عليه الفرق يعني. مهدي بارك الله فيك. عايشك عايده ميرسي. نلقاوك الجمعه الجايه في اوردوفر جديد ولا ما كليتش الاوردوفر نتاعك باش ياكلوا ياسين بوشعاله. خليه ليمن ويوفي وبايرن يستناو فيه ينزل من الماكله ان شاء الله. تري فان دو ليكيب ناسيونال. مهدي من عشاق المنتخب الوطني التونسي. باش نستقبلوا احنا فنان من عشاق النادي الافريقي ماهر الهمامي اللي عمل اغنيه. Monsieur Daniel, c'est un artiste tunisien qui a fait une chanson spécialement pour le club africain avant le match de la 30e et dernière journée de Ligue 1. C'est Meher El Hamemi et puis il me l'a donné, il m'a dit si jamais le club africain a le titre, je voudrais bien qu'elle passe. Eh bien, c'est chose faite. Meher El Hamemi يحكينا على كيفاش جات فكرة الأغنية هذيا. مرحبا بك ماهر الهمامي يلتحق بنا في المباشر. مرحبا بك ماهر. وبيك أكثر. مرحبا بك عايدة.
ماهر، ظهر لي قاعده تتابع في النادي الافريقي ومن احباء النادي الافريقي، وحكمت لك هكا باش تعمل اغنيه قبل نهايه البطوله، حسيت عندك فيلينغ اللي النادي الافريقي باش تمشي حتى الفينيش تهز البطوله؟ هي هذه الاغنيه من الفان دو لالي حاضره. جوست كالكو ديتاي كنا مع سيرشيد زميلي حبينا نخرجوها بحكايه اخرى باللي جوور وقعت لي كونديسيون تاع لي ماتش اللي وخرت فيهم شويه الكلوب، كان اداره الكلوب اجلوا لي الستريس، جوارات، اداره ما نجمناش، ولينا كملنا فيها هكا. انا برك ديجا غنيتها اغنيه خدمت بحب كبير، بيان سور انا من عشاق النادي الافريقي وما نجمش نخبيه، مش كي برشا فنانين يقول انا حباب الفريق الوطني، لا من حباب الفريق الوطني، وجامعتي الاولى هي النادي الافريقي. خدمتها حتى اون فامي افيك ولادي، صحابي من العائله، خواتي، الناس تغني بحب كبير، اغنيه حاضره، كلمات الشاعر بشير اللقاني، الحاني انا، توزيع امين القلسي، اغنيه حاضره. قلنا احنا من فان لله، حسيت اللي سنة عامنا، حسيت وسنة عامنا. واضح ماهر. على كل حال ولاد النادي الافريقي والنادي الافريقي ما خيبوكش وجابوا التيتر هذايا باش تتعدى الاغنيه هذيا في كونتكست نتاع فرحه بالنسبه للنادي الافريقي. احنا خدمنا بها لي زيليمون تاعنا، نتاع لوماج للنادي الافريقي لتتويجه في اخر الموسم. مشكور جدا على الاغنيه هذيا، ونشكرك في بلاصه احباء النادي الافريقي على الاغنيه هذه. باش نشوفوا تتويج النادي الافريقي في مباراه صعيبه واخيره في بطوله المحترفين، واحد كانت ضد ترجي جرزيس، كانت برشا كلمات على المباراه هذيا. ترجي جرزيس اجوي لو جو، النادي الافريقي ايضا مشى وحتى النهايه وحقق الهدف نتاعو اللي هو الفوز البطوله الوطنيه لموسم 2014 2015. المباراه وتتويج النادي الافريقي وفرحه لاعبيه وفرحه ايضا مسؤوليه وجماهيره في الاليمون. نرجع نحكيو في البلاتو. مشكور ماهر الهمامي. أمك تونس يا الافريقي، ماخذ من رايتها اللون، انت حبك ليها حقيقي واحنا حبك ليها نسون. أمك تونس يا الافريقي، ماخذ من رايتها اللون. البطولة تعبنا عليها برشا، 30 جولة مش بالسهل، في تنقلات صعيبة، في ملاعب صعيبة، ضد فرق محترمة برشا، أكثرهم من أكثر الفرق محترمة الفريق اللي لعبنا له اليوم، اللي احترم الميثاق الرياضي وعدى مباراة صعيبة وتعبنا، وذاك اللي زادنا نوكا في البطولة. On est allé chercher les 3 points, on est allé chercher ce titre que tout le monde attendait. Donc aujourd'hui, je suis content pour le club, pour les dirigeants, pour les supporters, pour les joueurs, pour tout le monde. ما واحد اول مره يكون من الفوق، معناها كنت مستانس نلعب من اللوطه، المره هذه زيسبوندو صعيبه برشا، برجوليه الجمهور ربي معاهم كيفاش ينجموا يتحملوا ستريس هذاك الكل. شو اللي عمل ديفيرونس اليوم؟ اللي عمل ديفيرونس اللي هو احنا 90 دقيقه نكونوا شامبيون، وهما كما قلت لك يلعبوا على 4 بلاس، يختلف في الرهان، واحنا عندنا مده ما هزيناش. الحمد لله اليوم كليب افريكان شامبيون، واللي حاب مازال يحكي على روحه، خدمنا عليها ولولانين اكثر عباد ماركه، اكثر عباد عندها بوانات، والحمد لله يا رب. واللي حكاوا على جرجيس باش تباع وتجري، انا ما عارفه قيمه جرجيس شنو، احنا رانا ما نشروش رجال، والرجال اللي ما تشريش بالفلوس. راه جراند فورس دو كاركتير من الاولاد اليوم، خاطر ما هو سهل في مقابله كما اليوم، في الضغط نتاع اليوم، في الواحد معناتها تماركي بونتو، تكون جاري في الماتش باش تهز تيتر، تقبل بونتو في الماتش نول، يفالي تخو فور مونتالمون باش تنجم ترجع في المقابله وتسجل الهدف الثاني. الحمد لله ربي وفقنا، انا يولي نغسوا اليد اليوم، ان شاء الله النادي الافريقي يواصل على في المسيره هذه. فما حاجات للتصليح، فما حاجات للمراجعه سي سور، اما ان شاء الله مستقبل النادي الافريقي بخير بقدره الله. نحن كنا اول مهمتنا الاولى كانت ان تخفيف الضغط على الملاعبيه في مقابله كيف هذه، تعرف اللي ضغط كبير عليهم، ثم برشا ملاعبيه اللي ما عاشوش معناها الفترات هذه، فترات التتويج تو، دونك مهمتنا كانت ان نخفف من الضغط على الملاعبيه باش ينجموا يلعبوا المقابله هذه في اريحيه. وشفتوا انه الشوط الاول الضغط هذاك شفناه على الميدان، الكلوب نا با ديفلوبي لو جو اللي تحب عليه، كذلك ارضيه الميدان ما ساعدتناش ان نلعبوا لعبنا اللي نحبوه، لكن شفتوا الشوط الثاني عزيمه كبيره واندفاع كبير وحب كبير انهم ينتصروا بالمقابله. كل مره تباركيو بونتو رئيس النادي يجي قبل البنك، شو يقولوا لكم؟ يجي يطمن على الملاعبيه، يجي يطمن. ما نجمش نقول لك. علاش؟
بريم زي لا البريم في وسط اللعبه. لا ما يرشع. لا هذا كوزين انترن نتاع الكل. واحد في عشاء سبور واحد في عشاء ستريسي يسأل فينا قدام مازال وقت باش نشوف اللعبه. ما عندوش منقاله؟ لا عنده ما عندوش كرونو. ما عندوش كرونو. منتصر باش يواصل مع الكلوب سي سور. انا عندي عقد يوفى نهار 30 جوان بعد نشوف. Monsieur Sanchez, encore une fois, félicitations. Merci. Je pense que vous avez travaillé sur cet objectif depuis le démarrage de la saison, dès la première conférence de presse tenue d'une manière grandiose. C'était ça le but, c'était ça l'objectif? Oui, l'objectif de la saison, bien sûr, c'était d'abord de se qualifier pour la Coupe des Champions. C'était l'objectif, c'était ça. Mais évidemment, quand on vient au club africain, on pense au titre aussi, parce que c'est un club qui a de l'ambition et tout. Donc forcément, c'était aussi l'objectif de la saison. Et le fait d'être champion, le dernier match, comme ça, dans ces conditions, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été la récompense de tout un travail, quoi, parce que bien sûr, il y avait ce match décisif, ce dernier match, mais un titre, il se gagne sur les 30 journées et pas seulement sur le dernier. Donc, ça a été la récompense de l'investissement de tout un club, des joueurs, bien évidemment, parce que sans l'adhésion des joueurs, on ne peut rien faire. Mais ils ont été là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, bien sûr, mais comme dans tous les clubs et comme dans tous les championnats. Mais il faut croire quand même qu'on a été les plus réguliers parce qu'au bout du compte, on a été champion. À propos d'investissement, et avant, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à Yassine Bouchaala. Yassine, مرحبا بك. Yassine Bouchaala, النائب رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم التونسيين. مرحبا بك. مرحبا بك عادة ومرحبا بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. وايضا باش يصير معنا اليوم في التحليل الفني ياسين بوشعالة اللي لعب في النادي الافريقي. C'était un ex-joueur du club africain, je pense que vous le savez. Donc à propos d'investissement, monsieur Sanchez, on a l'impression que vous ne vous êtes pas trop investi, vous, en tant qu'entraîneur, dans les recrutements des joueurs. En début de saison, c'était le directeur sportif, Montassar Louhichi, et pendant le mercato de l'hiver, il n'y a pas eu de recrutement du tout pour le club africain, deux recrutements qui étaient en vue, qui ont avorté en quelque sorte. C'est un choix de vous de ne pas vous impliquer dans les recrutements en début de saison, ou c'était imposé par, en quelque sorte, le bureau directeur du club? Non, ça n'a ni été un choix, ni imposé. C'est les circonstances qui ont fait que moi je suis arrivé alors que le recrutement était déjà fait. Donc j'ai récupéré un groupe qui était là. Donc je ne me suis pas investi. Un entraîneur aime bien toujours s'investir dans le recrutement, bien évidemment, parce qu'il sait exactement où il veut aller et donc quel profil de joueur peut l'intéresser. Mais c'est les circonstances qui ont fait ça. Après, en ce qui concerne ce qui s'est passé au mois de janvier, on aurait pu prendre un joueur. On aurait aimé prendre un joueur. On a été très proche d'un attaquant parce que c'est vraiment dans ce poste-là où on avait besoin d'un joueur. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un problème médical et tout. Donc après, on a été un petit peu, comment dire, coincé, quoi. Et il ne fallait pas prendre pour prendre. Un joueur qui ne nous apportait pas véritablement un renfort ne pouvait pas nous intéresser. Et donc on est resté avec ce même groupe. Et vous avez craint à un moment donné que rester avec ce même groupe alors que vous étiez engagé sur le plan national et aussi sur le plan africain, d'avoir, je ne sais pas moi, des blessures, des réfractaires, des choses comme ça. Vous étiez un peu anxieux pendant cette période-là du mercato quand vous n'avez pas pu finaliser? Non, anxieux non, parce qu'on possédait quand même un groupe de qualité qui était là et qui avait en nombre, pas en qualité. Donné satisfaction sur la première partie. Malgré tout, on était en tête. Donc voilà. Maintenant, on savait que la deuxième partie, c'était sur un autre rythme, on allait jouer plus souvent. Il y avait la Coupe de Tunisie, il y avait la Coupe d'Afrique. Donc forcément, on allait faire tourner un petit peu plus et on aurait besoin d'un joueur supplémentaire, surtout en attaque, quoi. Dans les autres postes, on était assez fournis, mais au niveau de l'attaquant, il nous fallait ce joueur. Donc ça a été un peu, bon, pas une inquiétude, mais on aurait aimé avoir cette possibilité en plus
pour trouver des solutions en attaque. Vous allez me dire tout à l'heure comment vous avez géré la saison en staff, surtout que vous avez un adjoint qui est un Tunisien. Généralement, les entraîneurs étrangers qui viennent veulent avoir leur staff avec eux, ramènent des gens de l'étranger. Vous avez accepté de travailler avec un Tunisien, avec de la réussite au bout. Est-ce que c'était un travail de collaboration collégiale où M. Sanchez est le décideur au final? Vous allez me le dire tout à l'heure. Avant نحب نسأل لسعد جردة على تقييمه للنادي الافريقي فنيا على امتداد الموسم. لسعد اكيد قاعد تتبع في ناديك القديم النادي الافريقي، تراه السنه فنيا تحسن مقارنه بالمواسم الفارطه، ولا ترى النادي الافريقي بوينت فيو عزيمه تحسن؟ انا نحب قبل كل شيء تهني بيان سور، نهني الجمهور الافريقي. ما نحبش بلي ابروبو الاولاد اعطيونا تصفيقه على النادي الافريقي، كولوا بيان سور ما اعطيونا تصفيقه على النادي الافريقي وعلى التيتر نتاعها، اعطيونا تصفيقه مسكين. مشكورين جدا يا ولدي، الماكله تهز الذهان. نقول نهني جمهور النادي الافريقي خاطر ما نحبش كلمه شعب النادي الافريقي، فما كان شعب تونسي، احنا توانسه الكل. والنادي الافريقي قام يعني بسيزون بها ياسر، تعطلوا شويه في بدايه الموسم، اما من الجوله الثامنه كانوا في المرتبه الاولى. الحاجه اللي باهيه اللي في النادي الافريقي، وانا حتى في كره القدم العصريه اليوم ما عادش الممرن هو اللي يجيب الملاعبيه، الممرن والمدير الفني، على خاطر في صوره ما اذا المدرب يجيب الملاعبيه اللي يحب عليهم هو، وبعد 3-4 جماعات ما تمشيش النتائج يغيروه، يجي مدرب اخر يقول لك انا الملاعبيه هذوما ما جبتهمش دونك لازم الملاعبيه اخرين. دونك ولات الحاجه اللي عملتها النادي الافريقي منتصر الوحيشي وسيد ممر النادي الافريقي يعني خدموا مع بعضهم. والحاجه اللي عجبتني انا ياسر وانه في الشتاء يعني في الفتره نتاع الميركاتو ما حاولوش يدخلوا ملاعبيه اخرين للنادي الافريقي اللي ربما يكهرب لهم الجو، خاطر كي تجيب ملاعبيه في الشتاء بتجيبهم يحبوا يلعبوا، يقول لك انا ما جايبهم يحبوا يلعبوا، دونك استحفظوا على الجروب نتاعهم. وهذاك اللي خلات ربما النادي الافريقي اخر الموسم يتوج كبطل. وانا نقول حاجه، اذا كان فريق من الجوله الثامنه للجوله الاخيره في المرتبه الاولى يستحق باش يكون بطل تونس. ربما نجم هذا الساحل عمل سيزون كبيره ياسر، عمل سيزون كبيره ياسر وعجبتني وليدات صغار اللي كانوا اللي يلعبوا مع الملاعبيه اللي عندهم الخبره، مع الملاعبيه اللي زيترونجي اللي عندهم، مع مدرب كبير ياسر، مدرب تونسي، وهذه مفخره. وانا سي فوزي البنزرتي وين يمشي يخلي البصمات نتاعو. لكن انا نقول مبروك للنادي الافريقي على التتويج هذايا، نتمناو ان كل سنه يتوج النادي الافريقي، ولكن ماهيش نهايه العالم، الفرق الاخرى لازم تخدم على روحها. وحاجه الفلوس بصفه عامه راه تجيب التيتروات. واضح. ايمن عبد النور، النجم الرياضي الساحلي جبد علي لسعد جردة كان متراهن جدي على البطوله لاخر الموسم، وحسب الفنيين بصفه عامه يقولوا اللي من ناحيه الكاليتي دي جوار والكاليتي دو جو فورني النجم الرياضي الساحلي كان من افضل الفرق، كان مش الافضل في الموسم هذاك. في شريط السيزون تاع النجم شنو نقص النجم للتتويج؟ بيان سور جمعيتي نتبع فيها ديما بوليدات صغار ولاد جمعيه، ما خسروش برشا فلوس في باش يجيبوا ملاعبيه في الانتدابات. دونك جلوبالمون اني فرحان برشا بالإيطوال بالخدمه اللي قاعد صايره توا. جوارات ولاد جمعيه اعمارهم تتراوح بين 18 19 سنه و 24 25 سنه، اون ايكيب جون عندها لافونيغ قدامها. سي فري معناها كنا متراهنين جديين وحبينا نهزوا الشامبيونات، لكن نقول الله غالب، فما مال شانس زاده. ان شاء الله يكملوا يخدموا على رواحهم الاولاد وستاف تكنيك ستاف ميديكال والمسؤولين الكل تزيد تلتف حول الجمعيه. وان شاء الله بيان سور العام الجاي فما سيزون اكبر من سيزون هذه، بما انه النجم الرياضي الساحلي ومبروك للنجم الرياضي الساحلي بتاهلوا للشامبيونز ليج اللي هي قعدوا معناها كما نقولوا سنوات ما لعبوش التظاهر هذه. ان شاء الله العام الجاي نكونوا متراهنين جديين زاد على الشامبيونز ليج وعلى البطوله وعلى الكوب ان شاء الله. مع العلم انه النجم الساحلي باش يفقد مدربه فوزي البنزرتي اللي مباراه الاخيره باش تكون ضد الرجاء البيضاوي، باش نقل الترجي الرياضي التونسي. هذا الارجح بالنسبه لفوزي البنزرتي. شوفوا بيان سور لا كونتينيتي كيفاش باش تكون، ولا لا غوليف كيفاش باش تكون باش النجم الرياضي الساحلي. عندك معلومه كونسيرنون لو سوجي ايمن؟ عنده الحق من ينيغوسي مع الجمعيه اللي يحبها، هو انترونور بروفيسيونيل. هذه حاجه. والنجم الرياضي الساحلي زاد عندهم الاكسبيريونس نتاع الحاجات هذوما، بيان سور قاعدين يلوجوا في
في دي زونترونور ومن بعد بيان سور ان شاء الله دان ماكسيموم 1 سيمين 2 سيمين فما ان شاء الله اونترونور ما نعرفش شكون بيان سور لكن باش يجي اونترونور يليق بالنجم الرياضي الساحلي. باش نشوفوا ايمن عبد النور المباراه اللي كنت حاضر فيها انت، المباراه الاختتاميه نتاع الموسم بين النجم الرياضي الساحلي وجمعيه جربه. النجم الرياضي الساحلي ما كانش عنده سون ديسان اونتر سيما، يلزم يربح ويلزم يستنى النتيجه نتاع النادي الافريقي، وكانت ريالمون دي سسبانس ما بين اولمبي سوسه وما بين ملعب ترجي جرزيز، بما انه كانت العينين على مباراه ترجي على مباراه جربه بالنسبه لجماهير ليتوال، والاذنين والقلب كان في جرزيس لمتابعه مباراه النادي الافريقي وترجي جرزيس. شوفوا كيفاش كانت الاجواء في المباراه هذه. النجم الرياضي الساحلي جمعيه جربه، ونرجعوا نحكيو على المتوج وعلى المتوج بالمرتبه الثانيه ايضا مترشح للتشامبيونز ليج الافريقيه، وناخذ راي ياسين بوشعاله في الناحيه الفنيه في الفوارق الفنيه بين زوز جمعيات. مالغري تو سايب عليك بطولة الفساد المرة هذه. يلا عيشة وادي عيشة. على راسي وعيني، اني الكلوب على راسي وعيني، اني من قبل من اول الدنيا اصحابي في الكلوب والكلوب جمعيتي الثانيه. اما اليوم اللي يوقف محايد ويعمل تقول عليه ما فما حتى شيء، هو محايد بين السرقه وبين الحق، بين الوسخ وبين النظافه. النجم الرياضي الساحلي تسرق عيني في عينك، شهار بهار. اليوم الجوار بعض القروان تتعاود اليوم في جرزيز يمشي يتيح يعطيو بطوله للناس على حساب ناس اخرى. عيب مش باين، ماهوش بكير. تكلمنا قبل الماتش قلنا راهو ما ينجمش يصير الشيء هذا، راهو راجل من تونس، راهو لابس تريكو الكلوب، راهو يحب الكلوب، راهو قالكم نحب جمعيه الكلوب. كيفاش تعطيو الكلوب طلب على بطوله؟ في خير الدرجه هذه ما عرفش رجال في البلاد، ما عرفش رجال. هذه كانت ردة فعل مسؤولي النجم الرياضي الساحلي بيان سور. بالتوازي كانوا يتابعوا في مباراة ترجي جرزيس، وبرشا حديث على ضربة الجزاء اللي تمنحت من وسيم بن صالح بالنسبة لنهاية المباراة هذه. باش ندخلوا برشا في الديتاي هذا خاطر ما نحبوش نعكروا على جماهير النادي الافريقي فرحتهم بالتتويج هذا. وفينالمون ياسين بوشعاله الاخطاء تصير دون ان سونس كوم دون ان اوتر، والناس الكل جمعيات الكل استفادت منها ان مومون نوتر ولا في سيزون ولا في سيزون اخرى هكا ولا؟ اكيد. عايدا نحب نبارك النادي الافريقي الحصول وتتويجه على بطولة الموسم، واللي كانت صعيبة نظرا للتنافس الكبير اللي شهدته البطولة بينه وبين النجم الرياضي الساحلي والترجي كذلك في مرحلة ما. النادي الافريقي كان خدم خدمة كبيرة، كان قام بانتدابات ممتازة، كان كل انسان وكل طرف فني والا اداري في النادي الافريقي يقوم بالمهمه نتاعو على اكمل وجه. الانتدابات كانت عن طريق المدير الفني سيمون صار لوحيشي، الخدمه كانت ممتازه من مسيو شونسيز، اللاعبين كذلك قاموا بواجبهم رغم المشاكل اللي صارت، خاصه المشاكل الصحيه بالنسبه لبعض العناصر كما جابوا او لا سيسبونسيون تاع زهير الذوادي. اون بليس نجم نقولوا اللي النادي الافريقي كان عمل على المعوضين الممتازين اللي دخلوا وعطاوا الاضافه في الوقت الحاسم كما الملياوي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي قدم مستوى ممتاز وممتاز للغايه، عندنا سنين ما ريناش النجم الساحلي بالمستوى هذا. نشوفوا الوليدات الصغار اللي حكى عليهم ايمن قبيله، وكذلك التخطيط محكم نتاع فوزي البنزرتي، لكن للاسف التصريحات كما نقولوا احنا الناريه او الجو المحيط بالنجم الرياضي الساحلي من بعض المسؤولين هو اللي تسبب ممكن في فقدان التركيز في بعض اللحظات وخلى التتويج يمشي للنادي الافريقي. بالنسبه للمقابلات شفنا احنا المقابله الكبيره اللي قام بها النادي الافريقي، لان مقابله كبيره على المستوى الذهني خاصه. تصور انت يعني 90 دقيقه تفصل الفريق على التتويج،
نحب نشكر هنا خاصة الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يعني قام مقابله ممتازه، احترم الميثاق الرياضي، لعب لاخر لحظه بكل ما يعني بكل جهد وبكل قوه. الهدف نتاع شاكر الرقيعي هدف ممتاز في وقت حساس وحساس للغايه. هنا تظهر الشخصيه الكبيره للاعبين نتاع النادي الافريقي اللي رجعوا في المقابل ويسجلوا. بالنسبه للاخطاء التحكيميه احنا هذا موضوع كبير، والتحكيم يعني نجم نقول احنا ما نحبوش يكون التحكيم والشماعه نعلقوا عليه الاخطاء ونعلقوا عليه الفشل، لا الاغلاط تصير. نجم الفريق هذا يستفيد في المقابله هذه من خطا تحكيمي في ضربه جزاء. شفنا احنا سنه يعني فما فرق استفادت، فما فرق الله غالب اتظلمت، لكن سنه وفي لي سيزون الكل صراحه معناها اي خممت فيها كناني. نشوفوا في اوروبا لي غران معناها لي غران ماتش ديما تلقى فما اربيتر زايد منه بحذا السيماء بحذا 5 متر 50 واربيتر ما غادي. حبيت كيف الليتوار كيما ماتش هكا فما 2 ماتش ولا 3 وصراحه ايمن هذاك اش طلبنا به في البلاتو هذا بالذات قبل المباراه، وقلنا انه من المستحسن انه يكون 5 اربيتروات في المباراه هذه بيسك جربناها 5 باش اكثر معناها. كان الاقتراح هذا نجم يكون ويعملوا ليكيت تساوي هذه كانت نجم تكون يعني حاجه باهيه اكزاكتومون. سورتو كو فما زوج مباريات بركه تلعبوا معناها اللي هما مصريين، كنا نجموا عندنا الحكام الكل معناها موجودين تحت ذمه الاداره الوطنيه للتحكيم، معناها كانت نجم نعاودوا التجربه هذه نتاع 5 ولايه تونس باهي لي ساربيتر اكزاكتومون. ونتفاداو كذلك التاويلات. البطوله نتاع الموسم هذايا اللي انها تمتاز بالتشويق، يعني نلاحظوا التنافس الكبير، وان شاء الله احنا نشوفوا ديما التنافس الكبير بين الفرق الكبيره هذه، وان شاء الله بقدره ربي المشاكل اللي ريناها والتصريحات وخاصه الاتجاه النعرات الجهويه ما نحبوهاش، لانه فان كونت احنا تواكا قادمين على قادمين على مرحله جديده ان شاء الله بقدره ربي. على كل حال ياسين نحب نقعد مع المسألة هذه، لأنه الأسعد يعيش البرة، وأكيد هو وأيمن عبد النور عندهم ما يقولوا في الموضوع على إخراج التصعيد. أيمن ماذا بيا ما شاركوش في الموضوع على خاطر أكيد عنده يعني مع جمعيتي وكل شيء. ما بدي نحكي ديما الحقيقة، ما حكيت على ليزاربيتر مش على اليوم ومش على البارح. لا مش نحكي على 10 سنين القدام. لازمنا نتطوروا، لازمنا نخدموا أكثر، وانا سيليا كل ترافاي كي باي. لا نحكيوا على ليماج اللي خرجتها بطولتنا الوطنية اترافيغ تصريحات من النوع هذايا. لسعد جردة أكيد معناها صحيح، معناها كل مسؤول غيور على جمعيته، من حقه باش يدافع على جمعيته من غير ما نخرجوا الأمور من إطارها الرياضي ونوصلوها فيها شوية ثلب وفيها شوية شتم، فيها مس من رجال تونس، معناها فيها نوع حتى من التجريح. دونك هذايا يخرج اون موفيز ايماج جو بونس من تونس ومن البطولة التونسية لكرة القدم. صحيح عادي تعرف أن الصورة التونسية اليوم ماهيش دوليا معناتها خارج تونس ماهيش باهية. ناقصين سياحه في تونس، تجا مشاكل الارهاب ما نحبش ندخل في السياسه. لكن الكره انت تعرف تركيا روجت السياحه نتاعها بالفرق الكبيره نتاعها كالاتازاراي بيشيكتاش والفرق الكبار هذوما روجت نتاعها بالافلام اللي 7000 حلقه موجود فيها، وجات سياحه عملوا 50 مليون سائح. انا كي نشوف التصريحات تاع المسؤولين بصفه عامه، مش نجم الرياضي الساحلي، مش النادي الافريقي، مش الترجي الرياضي، نحكيو بصفه عامه. نقول لك انا حاجه، تيتر النجم الرياضي الساحلي فوكس عليه اكثر لانه كان متران جدي على تيتر، ولانه التصريحات هذيا حسب رايي الشخصي انا ونتحمل مسؤوليتي في الكلمه اون ليزي النجم الرياضي الساحلي حتى في الحصول على اللقب. صحيح، لكن التصريحات هذيا تاثر من صوره تونس في الرياضه بصفه عامه، على خاطر المقابلات تاع النجم الرياضي الساحلي والمقابلات تاع النادي الافريقي والترجي ما تعداش في تونس بركه، تتعدى في اوروبا. فما برشا توانسه وفما ساعه انا يبدا ساعه بجنب يضيف، وكي يشوف الشيء هذايا يقعد متعجب. ونقول لك حاجه، انا اللي ربما يفكروا فيها بالكدا، وان التصريحات هذه ما جاتش من لاعبين لعبه كره القدم، التصريحات خارجه من ناس ما لعبتش كوره. انا لو كان جات التصريحات هذه تخرج من سي عثمان جنيح اللي شد النجم الرياضي الساحلي في وقت كان صعيب ياسر، سليم شيبوب والترجي الرياضي، وعمره ما قال الكلام اللي سمعناه هذا، جاي من ناس اللي ما لعبوش كوره. كيف حتى في النادي الافريقي الكلام هذايا ما يجيش من لاعب في النادي الافريقي الهادي البياري ولا نجم غميد، تلقى من مسؤول ما لعبش الكوره، من مسؤول متوتر، من مسؤول يحب يظهر للناس انا راني نحب الاتوال ولا راني نحب النادي الافريقي. ماذا بينا الناس هذوما يترايضوا، وماذا بيا كما عاملين في اوروبا توا، وايمن يعرف يعني اللي يتكلم باسم الفريق تلقاه ديجا لاعب الكره. احنا توا في تونس راهو في وقت صعيب ياسر،
في وقت الجهويات. انا ما نحبش كما قلت لك يقولوا شعب النادي الافريقي في المانيا يقول لك الشعب الالماني، ما فماش شعب بايرن ميونخ وشعب دورتموند، وهذه يلزمنا نردوا بالنا. ما فماش راهو الكلنا توانسه. انا من توصر، اللي من سوسه خويا، واللي من قابس خويا، واللي من تونس خويا، والناس كلنا نحبوا بعضنا، وراهم ما نجموا نعاونوا بلادنا الا من نلموا بعضنا. نحكي شويه بعيد على الكره، لكن احنا سيفري كنا تونس ونحبوا بعضنا. نحن تونس راهو جوست فك 90 دقيقه راهو فما باهي التخالف هذاك. شنو هو زاد نلعبوا نوليو فرد جمعيه اما ما تفوتش ال 90 دقيقه وما تفوتش 95 دقيقه نكملوا الماتش هكا. واني برشا اصحابي مكشخين، برشا اصحابي معناها من صفاقس، من بني قردان، من بنزرت، ديما نقعدوا مع بعضنا نشربوا قهوه، وهو يحب جمعيه وانا نحب جمعيه، ما فماش حتى مشكل. لكن فك 90 دقيقه سي فغي معناها برشا كلام، برشا منافسه خارجه حتى على النطاق الرياضي. لكن ماذا بينا كان فك 95 دقيقه ومن بعد سي لسعد قال حكى على الحقبه ممتازه برشا في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، البيريود نتاع سي عثمان جنيح. يمكن زاد المناخ نتاع الحريه الان وانطلاق الحريات، والناس الكل تنجم تحكي بكل ديمقراطيه بكل حريه، خلى بعض المسؤولين يتغولوا نجم نقولوا الكلمه هذه ويتعسفوا في استعمال حقهم. علاش الفتره السابقه اللي كان فيها سي عثمان جنيح الله غالب كانت في بيريود خايبه في تاريخ تونس نجم نقولوا. لكن لازمنا نفرقوا بين التربيه وقله الادب. أكيد. بين الحرية والديكتاتورية. Monsieur Daniel, nous parlions, je suppose que vous avez compris un peu le contexte des déclarations après-match qui ont un peu enflammé le championnat cette année et de la polémique autour de l'arbitrage, disons d'une manière générale. Vous-même, vous avez eu l'occasion de vous plaindre de certains arbitres au cours de la saison. Qu'est-ce qui manque à nos arbitres finalement, d'après votre expérience en Tunisie cette année, pour ne pas susciter toute cette polémique? Il manque certainement de la sérénité, quoi. Mais moi, s'il y a des personnes que je plains ici, dans le football, c'est bien les arbitres, quoi. C'est absolument impossible de pouvoir arbitrer dans de bonnes conditions. Moi, personnellement, je n'ai pas participé à toutes les polémiques parce que j'avais certainement autre chose à faire que de participer à ça. Et c'est très dangereux, quoi, parce que qu'il y ait de la rivalité, oui, c'est très bien, parce que ça entretient la passion et puis c'est normal. Mais on peut avoir des rapports cordiaux, quoi. Voilà, on n'a pas. Moi, j'ai que des adversaires. Je rencontre des adversaires, pas des ennemis, quoi. Donc à partir de là, ça ne peut que bien se passer parce qu'on reste dans un contexte sportif. Sinon, sur la polémique, le club africain a le plus bénéficié de l'arbitrage cette année. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, moi je pense pas, parce qu'il faudrait reprendre tous les matchs et voir. Alors qu'on ait bénéficié de décisions favorables, oui, certainement. On a aussi subi des décisions défavorables. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir le dire de toutes les équipes. Voilà, on sait que sur un championnat, ça s'équilibre à peu près. Et donc, voilà, c'est le lot de toutes les équipes. Alors nous, on est peut-être aussi passé au microscope un petit peu plus que les autres, quoi. Donc forcément, on envenime un petit peu les choses. Mais encore une fois, je pense que c'est dangereux parce que on crée une atmosphère qui n'est pas propice à quelque chose de sain, quoi. Voilà, si un jour il y a un gros problème, moi je ne veux pas dire c'est lui qui a attisé les tensions entre supporters, entre clubs et tout, parce que ça peut être malsain, quoi. Donc reprenons un petit peu des rapports cordiaux entre clubs, entre dirigeants, entre entraîneurs et tout. Et je pense que ça facilitera le travail des arbitres. Parce que vous avez été un peu choqué par l'ambiance qui règne en Tunisie sur cette histoire de titres et tout. C'est un peu différent de ce qui se passe en France, puisque vous avez entraîné quelques clubs en France. C'est différent selon vous? Oui, c'est différent, bien sûr. Choqué, non, pas choqué. Mais c'est différent, oui, tout à fait. Je pense que quelquefois, on choisit un peu trop son camp et puis on manque un peu d'objectivité, quoi. C'est jamais tout noir ou c'est jamais tout blanc, quoi. Il y a un petit peu de gris, hein, donc voilà, on est encore une fois, on bénéficie tous de certaines décisions et on subit aussi tous certaines décisions. À partir de là, encore une fois, il faut faire la part des choses et puis créer encore une fois une atmosphère plus apaisée. Pour votre parcours de champion, Monsieur Daniel Sanchez, alors le club africain a terminé premier avec 65 points.
en 30 journées. Vous avez gagné 20 matchs, vous avez eu 5 matchs nuls et vous avez perdu 5 matchs aussi. Vous avez marqué 50 buts et vous avez encaissé 18. Si vous revoyez un peu ce parcours avec un peu de recul, vous diriez satisfaisant ou aurait pu mieux faire pour votre club? Vous auriez, selon vous, en tant que technicien? Je dirais d'abord satisfaisant, bien sûr, puisqu'au bout du compte, on a été quand même champion, quoi. Voilà. Alors après, on peut toujours mieux faire. On peut toujours se dire, on aurait pu ne pas perdre lors de ce match et tout. Mais là aussi, c'est un discours que toutes les équipes peuvent tenir. On a gagné des points qui peut-être étaient un petit peu heureux, et puis on a perdu aussi des points de manière malheureuse, quoi. Donc globalement, moi je pense que c'est satisfaisant et les statistiques parlent pour ce bilan que l'on peut faire. On a quand même 20 victoires, 5 nuls, donc on n'a perdu que 5 fois. Voilà, et alors là, par contre, ce qui pourrait être amélioré, parce que si on reprend l'historique de ces défaites, on a perdu à Bizerte, on a perdu contre Gabès, on a perdu à la Marsa, donc dans des conditions malgré tout difficiles, et sur des terrains qui n'étaient pas dignes de terrains de première ligue, quoi. Voilà. Donc, alors ça ne veut pas dire que sur un meilleur terrain, ces équipes-là n'auraient pas pu nous battre, hein, bien évidemment, hein, ça c'est sûr. Mais disons que lorsqu'on est à ce niveau-là, on a besoin de jouer dans des conditions qui sont optimales. On veut voir du foot, on ne veut pas voir des joueurs qui frappent n'importe où, n'importe comment, sur des terrains où le ballon rebondit et tout. Donc voilà. Et si on veut voir du foot, ben, il faut quand même un minimum. Et le minimum, c'est avoir un terrain tout à fait correct. On a beaucoup parlé, pour revenir un petit peu aux polémiques du dernier match, on voulait que ce match se joue dans des conditions normales. C'est tout à fait logique. Et je pense qu'il s'est joué dans des conditions normales. Sauf qu'il y a un élément, on n'a pas parlé, c'est qu'on a joué sur un terrain indigne d'un match comme ça décisif pour le championnat de Tunisie. Ouais. Bon, ça faisait un mois que sur ce terrain, il n'y avait pas eu de match de compétition officielle. Donc on aurait pu jouer sur un bon terrain quand même. Et ça, je pense que c'est pas normal. Sauf que jouer sur un terrain neutre pour un match décisif, ça n'arrange pas les autres, bien sûr. أيمن عبد النور، بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي الباركور ماهوش بعيد برشا، معناها اوسي سي ان باركور دو شامبيون في 63 نقطة في المرتبة الثانية. ما ننساوش اللي ما لعبوش مباراة وخسروا نقطة في الأثناء بعقاب نحاو لهم نقطة. ربح 19 مباراة، خسر في 4 مناسبات وتعادل في 7 مناسبات، سجل 47 هدف وقبل 18 هدف. بيان سور ديما تقعد معناها باركور كيما حكيت من الاول، معناها الباركور نتاع ليتوال السنه معناها حاجه باهيه، بيان سور ينجموا يعملوا ما خير، لكن توا فوالا الشامبيونات تهزت اون تورن لا باج، اون سو كونسونطر للماتش نتاع الرجاء اللي هو ماتش معناها ديسيسيف. ربحونا 2، لازمنا نماركيو على الاقل 2 باش تبدا الشونس 50-50 من بعد. عندي ثقه في الاولاد وفي الجمعيه ككل، وان شاء الله جو سخي او ستاد كوم دابيتود، ونشجع جمعيتي وبقدرة ربي العام الجاي ان شاء الله اون فا بونسي بور غاني ان شاء الله الشامبيون. فهمت؟ لسعد، باش نرجع لك النقطة، انت قبيله حكيت على ليماج اللي قاعدة تخرج كونسيرنون لي بوليميك والكل، ليماج قاعدة تخرج زايدة وأثارها Monsieur Daniel Sanchez concernant les terrains qui est c'est un point très important. Là aussi on dégage une mauvaise image de la Tunisie et du football tunisien à travers التيرانات نتاعنا اللي هما فريمون ماهمش نتاع رابطة محترفة، أقل ما نجموا نقولوا عليهم. نحب نقول بارك الله فيك على الستاتستيك، والستاتستيك توري وان النجم الرياضي تقول لي على العشاء باش نقول لك هاكا ما كليتوا حتى شيء. Vous pouvez manger entre temps، c'est pas du plastique, c'est réel. تورينا وان ستاتستيك وان النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي كانوا اقوى الفرق في البطوله. تلاين يقول لك الهجوم تربح به المقابله والدفاع تربح به البطوله. زوز فرق قبلوا 18 هدف، يعني كي نشوفوا في الاخر ولا زوز فرق هذوما متنافسين على البطوله، معناتها الكره عطات حقيقتها في الاخر. بالنسبه للملاعب، الملاعب كاتاستروف، الملاعب ما تنجمش مهما تكون تلفزه قاعده تعدي، ما نحبش نسمي القنوات، كي تتفرج تقعد باهت. كيفاش احنا اليوم في 2016 داخلي علينا وعندنا تيرانات اللي بنجم نتفرق بين الملاعبي والماهوش ملاعبي. ساعه الكره تجيك في الثنيه قبل ما توصل لك بومبي 4 مرات. ساعه تلوم على الملاعبي في لونترمون، تقول له مثلا اعطي باس سيك، باس ما ينجمش، وهذيك تعطيك الفرق بين الملاعبي اللي نجم يلعب الكره، ما نجم في النادي الافريقي يتحول المرسى ما نجمش يلعب.
عنده صبر خليفه، عنده دي جوار تكنيسيان يحب يلعب الكره ارضيه، ما ينجمش يلعب، نجم هذا سهل كيف يتحول هذيك البليسيور والكل البليسيور اكثر ساعه تقول شبيه لاعب ما يحبش يعمل ان سبرينت وتلقاه خايف لا يضرب، فهمتني؟ والتيرانات راهم هما اللي يحسنوا الكره، وانا ضد يقول لك نعملوا الترتون. احنا الترتون في الاوتريش نتهربوا منه، يجينا وقت الشتاء نعملوا فيه 3 جمعات على خاطر الطبيب يقول لك اكثر من شهر ما يلزمكش تلعب على الترتون، يوجع لك الظهر ويوجع لك التوندو. احنا تو ولينا توانسه يقول لك لا نعملوا الترتون باش نحسنوا الكره، باش لا تحسن الكره ما تحسناش الكره ساعه، لكن الملاعبيه تولي عمرها 27 سنه في الكارير نتاعها. اللي بيه الفائد اذا كان نحبوا كره باهيه يلزمنا نخسروا فلوس. اكزاكتومون يلزمنا اون انفستي في التيرانات خاطر فريمون الانفراستركتور اليوم مهمه جدا، وما نجموش نحكيو على فوتبول بروفيسيونيل وقت اللي نبداو نتحدثوا على تيرانات اللي فريمون معناها ما نجموش نغزروا لهم، مش ما نجموش نلعبوا عليهم. لا وقبل حاجه كلها ما تنجمش تلوم حتى على الممرنين، ما تنجمش تجيب ممرن من فرنسا ولا من تونس وتقول له ما عندوش ستيل دو جو. شنو هو ستيل دو جو تحب تلعب؟ واذا كان تلعب في تيران محفر، اذا كان تلعب في تيران محفر ايمن يعرف خذ الكره من تالي لوحها لقدامه وشوف كيفاش باش تلعب في وسط التيران تاع ليكيب ادفيرسير. ايمن زعلي ما عادش نجم يلعب حتى في تيران في تونس. لا ايمن عادي يلعب على ارضيه اخرى. نتاقلم ونحاول نتاقلم. وقت تمشي البالي اخر سي لو روتور على من ناحيه المونتاليتي. مع ليكيب ناسيونال نمشيو نلعبوا معنا في الافريق. بيان سور تتقلق، ماكش على في كل شيء. واضح. Monsieur Sanchez, revenons un peu à ce groupe ou ce staff technique dont vous êtes à la tête. Comment vous avez géré un peu tout ça, de travailler avec un staff tunisien quand, d'une manière générale, les entraîneurs étrangers demandent à avoir leur propre staff? Vous êtes de nature comme ça, clément, tolérant? Alors, pour ne pas vous cacher, bon, moi j'aurais souhaité venir avec quelqu'un, au moins une personne, quoi. Bon. Alors, je suis arrivé, je vous l'ai dit tout à l'heure, le recrutement était fait, le staff était déjà désigné et tout, donc je n'ai pas pu venir avec au moins une personne. Mais j'ai accepté parce que bon, j'avais pris des renseignements sur ce staff et les renseignements étaient bons, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas travailler avec eux. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de les remercier pour leur investissement, parce que j'ai eu besoin d'eux, bien évidemment. Ce sont des entraîneurs qui connaissaient bien le championnat tunisien, à l'inverse de moi-même, donc j'avais besoin de leur avis, et ça a très bien fonctionné, parce qu'il y a toujours eu de la communication, bien sûr, on a communiqué, on a parlé. Pas de problème entre-temps, pas de... Non, il n'y a pas eu du tout, il n'y a pas eu de problème, voilà. Et au bout du compte, malgré tout, je pense qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui décide. Voilà. C'est vous qui décidez, justement. Il y a eu quelques rumeurs par-ci, par-là, qu'il y a une interférence, en quelque sorte, une ingérence dans votre travail, dans vos décisions définitives concernant la formation ou des choses techniques purement. Vous infirmez, vous confirmez, vous infirmez? De la part de mon staff, de la part de votre staff et un peu du bureau directeur? Alors, pas du tout. Là, je confirme pas du tout. Je n'ai jamais eu d'ingérence par rapport à la composition d'équipe ou par rapport à mes choix lors d'un match, quoi. Ni de la direction, ni de mon staff, qui n'était pas là pour ça, quoi. Pas du tout. Alors, vous faites peut-être référence à ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique en Égypte, où là, il y a eu une mésentente, quoi, disons. Je voulais faire rentrer Daouadi, ça me permet de vous expliquer, comme ça au moins il n'y aura pas de polémique. Donc je voulais faire rentrer Daouadi et je dis à mon adjoint de l'appeler, mais dans 3 ou 4 minutes. Et lui a compris qu'il allait rentrer de suite. Voilà, c'est tout. Donc au moment où je me retourne, je vois qu'il était prêt à rentrer, et là j'étais un peu surpris de ça, quoi. Et en fait, il y a eu une mauvaise interprétation. Mais c'est tout. C'est le seul petit incident, et encore si on peut appeler ça un incident qui est intervenu. Sinon, non, encore une fois, il y a une communication entre nous, entre le staff, bien évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir qu'une seule personne qui décide. Et cette personne, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai la responsabilité des résultats, donc je ne peux pas... Voilà, je tiens compte des avis des uns et des autres, mais en dernier ressort, c'est moi qui prends les décisions. Et c'est moi qui les assume. C'est clair, Monsieur Sanchez. On va parler du nouveau championnat qui se dessine devant nous de la saison 2015-2016. خارطة جديدة للبطولة الوطنية بعد صعود كل من بن قردين سيدي بوزيد وأيضا مستقبل القاسرين. فما 3 زادة نزلوا، لكن توزيع جديد أكيد. فما زوز فرق من هذوما عمرهم ما لعبوا في الرابطة المحترفة الأولى. باش نشوفوا من بعد الفصل صغير إشهاري ومن بعد نشوفوا كيف
كيفاش عاشت الجهات هذه فرحه الصعود للرابطه المحترفه الاولى، كيفاش عاشوا الاطار الفني والملاعبيه ايضا الفرحه هذه، ومن بعد نحكيو على كيفاش باش تكون بطولتنا الوطنيه في موسم 2015 2016 بالخارطه الجديده هذيا. فاصل صغير وراجعين. الحمد لله اللي وصلنا، فرحنا كامل جهة سيدي بوزيد، والفرحة هذه كانت بصراحة عندها طعم خاص لأنها جات بعد تعب كبير، وكانت مرحلة أسسنا المرحلة هذه منذ تقريبا 4 سنوات أو ما يزيد على 4 سنوات، وكنا متأكدين اللي ثمرة التعب نتاعنا إن شاء الله باش تكون الصعود في آخر المطاف، والحمد لله يمكن احنا نالنا شرف الحدث التاريخي هذه بما ان كنا على راس نادي اولمبيك سيدي بوزيد. الماتشات كلها تبعنا، مشينا القفصه مشينا الكيف من الاول للاخر وفرحنا والحمد لله. الجمهور الكل ولاد بلاده كلها تدز مع الجمعيه. الرقم 12 هو الجمهور، الوليدات البلاد الكل وقفوا لها الاولاد، وقفت لله محمد رسول الله، اولاد الجمعيه لونسيان جوار، الوليدات نتاعها كل بريسك سيدي بوزيد كامله، حتى الجهويات الكل، الرقاب جلمج مع الرقاب كلها هبط مع سيدي بوزيد، والحمد لله دزت كلها مع سيدي بوزيد ونورونا والحمد لله. اوبجيكتيف دوب رسمناه معناها اول عام كيف المجموعه هي مدير الكل اجتمعنا وخرجنا معناها مقوله معناها كونه قدر المستقبل هذا بالقصرين اذا كان يبدا معناها في الليغ 2 القدر نتاعو يلزم يطلع الناسيونال، ان فوا طلع مثلا الليغ 1 سيستيماتيكمون يلزم نلعبوا على البلاصه اونورابل معناها، فهمتي؟ والامور هذه كل ما تجيش بالساهل معناها لازم تضحيات كبيره، والحمد لله معناها اخترنا جروب بريسك تجي تشوف انت الجروب نتاعنا توا ما بين ستاف تكنيك وما بين دي ديريجون بريسك احنا سبعه جو دي زونسيان جوار معناها مكورين مع بعضنا، معناها اللحمه فيسا لقينا ما خسرناش معناها برشا وقت. والله واش نقول لك ان شاء الله ربي معناها يكون على خير، وان شاء الله نقعدوا في الناسيونال فهمني ولا وتتف الكلمه دي نحب نقولها لحباء المستقبل الرياضي بالقصرين، ان شاء الله نحافظوا على رئيس جمعيه سي كمال والنائب نتاعو الطيب، خاطر الناس هذه خدمه جباره وخدمه كبيره برشا فهمني ولا لا، باش تطلع القصرين وهبطت الفرحه فهمني ولا في الشارع الرياضي بالقصرين. وعندنا ثقه في رواحنا، الناس كل ما شككتش فينا، الجمهور كامل كان واقف ورانا ودعمنا، رائع مدير بصراحه زاد يعطيهم الصحه، كانت عندهم ثقه فينا كبيره. ليسونسيال معناتها طلعت مستقبل القصرين وفرحنا الجمهور هذا. انتم كمحبين هنا القصرين عندكم تقريبا 7 سنين على الوطني. بالطبيعه 7 سنين عام حافظينه من 2008 اخر مره طلعنا ماتش لوع كونتر جربه، وبعد هبطنا ماتش الهبوط مع قفصه 2009، والحمد لله السنه هنا طلعنا في قفصه، وان شاء الله ديما نقعد في الناسيونال. الصعود هذا ما جاش من فراغ، جاء من جملة عوامل اللي هي تكاتف المكونات الأربعة نتاع أي فريق يطمح للصعود للرابطة الأولى. من الملاعبية قمنا بانتدابات قيمة في بداية الموسم، زدنا أضفنا 4 لاعبين في مراكز موجهة لتدعيم الفريق، هذا بالإضافة للعمل الكبير اللي قام به الإطار الفني مشكورين عليه، وكذلك الوقفة الكبيرة للهيئة المديرة اللي وفرت لنا جميع ظروف الراحة وظروف النجاح، من تربصات، من إقامة، من عوامل مادية اللي كانوا الملاعبية في ظروف مريحة، مع الوقفة الكبيرة اللي ما ننسوهاش اللي وهي كانت حاسمة في عديد اللقاءات، هي وقفة جمهورنا اللي سندنا من غير حتى أدنى جهد، وكان سند قوي لنا وعطانا حافز باش نحققوا الصعود اللي تحقق بعد 79 سنة. فرحانين برشا، ان شاء الله ندعموه في الرابطة الأولى. كلها وقفت مع الجمعية والناس كلها واقفة وكلها سادت الجمعية بقيادين كاملة، فما بحول الله ديما في النجاح. الفريق نجح السنة في تحقيق الصعود على يد إطار فني تونسي ابن الجهة. شو خليك تنجح في بنغلاديش؟ انك تكون الجمعية ما تعرف بعض الخفايا اللي نقولوا احنا اللي بتدي تاي دو تاي، الحاجات الصغيره جزئيات صغيره لكن عندها اهميه وتساهم
في النجاح. الى جانب بيان سور كي تقول نجاح معناها فما 4 عوامل او 4 اطراف يشاركوا فيه اللي هما اللاعبين درجه اولى، ثم الهيئه المديره، الاطار الفني والجمهور. هذوما 4 عناصر كي يبدو يعني يتفاعلوا، كل واحد يخدم في كلوار نتاعها احنا من غير ما يكون فما تداخل في الادوار، كل واحد يحترم الاخر والناس كل تخدم لمصلحه النادي، اكيد تكون النتيجه ايجابيه. مرحبا بكم مرة أخرى في العشاء سبور على فيرست تي في. 3 فرق تلتحق ببطولة المحترفين، 1 اتحاد بن قردان، أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل القصرين. أيمن عبد النور، قبل ما نحكيو على الناحية الرياضية ظهر لي فما رمزية اجتماعية أيضا وحتى سياسية بالنسبة للمناطق هذه اللي تعتبر نفسها وحقيقة هي مناطق مهمشة كانت على عبر التاريخ وامتداد التاريخ بالنسبة لتونس. اليوم الكرة فرصة باش تخرج من ظل المناطق هذه وباش تظهر وتخرج تحت الاضواء. اي سي سا اوسي لا ماجي دو سبور اي دو فوتبول. بيان سور هيك تونس هذوما اخواتنا وقاعدين يخدموا في البلاد بكل روح وكل شيء. حقهم باش يكونوا في الرابطه الاولى. واحد من الناس معنا نتشرف بالثلاثه جمعيات هذوما اللي باش يكونوا معناها في الليغان السنه المقبله، و جو سوي سيغ اي سيغتان باش يكونوا معناها رجال في التيران وخارج التيران، وان شاء الله بقدرة ربي معناها بون شانس نقول لهم هما، وحظ اوفر للجمعيات اللي تاعو على غرار المستير وجربه ومستقبل جابس. لسعد الشابي، نحكيو هنا على جمعيات اللي لي بودجي نتاعهم بصفه عامه معناها يتسموا بودجي صغار برشا مقارنه باللي يوصلوا لهم بعض الجمعيات في الرابطه الاولى اللي وصلوا حتى ل 20 مليار، وجمعيات هذوما يدوروا في المليار. وكان طارت معناها صعوبات كبيره اكيد باش يلقاهم في الرابطه المحترفه الاولى، وهم مش مستعدين تماما كما شفنا معناها لوكا عملوا للمستقبل جابس ولا جمعيه جربه، ماهوش مستعدين كما ينبغي للبطوله المحترفه. هذاك هو لازم نكونوا محضرين رواحهم، لان الكره فلوس اليوم. لكن فما فرق كيما المتلوي مثلا زاد بيدجي صغير، جرجيس بيدجي صغير وقدموا موسم باهي. الفرق هذه اليوم كي تطلع البطوله المحترفه الاولى ربما يلقاو سبونسور زاد، خاطر الكره توريك الدنيا تحلك البيبان برشا. وماذا بيا انا في سيدي بوزيد ولا في القصرين ولا في بن قردان يتلموا على الجمعيات نتاعهم اليوم باش يوليو يتعداو في التلفزه، يعني كل اسبوع اليوم بيجي التراجي، بيجي النادي الافريقي، بيجي النادي الصفاقسي، بيجي النادي البنزرت، بيجيو فرق كبار يعني باش يلعبوا غاديكا. ويظهر لي رجال الاعمال اللي موجودين في المناطق هذه الوقت اليوم باش يعاونوا الجمعيات نتاعهم، يعاونوا بن قردان، يعاونوا سيدي بوزيد، يعاونوا كل الفرق اللي طلعت القسم الاول. وانا نقول حاجه، وانا شفته مش كل فريق راهو يطلع القسم الاول يهبط. شوف القفصه مازالت في البطوله الاولى، المتلوي كيف يعني اذا كان يحضروا روحهم ينجم يكونوا يتفاداوا النزول. جمعيه جرزيس ما يلزمش نساو اللي قدمت موسم استثنائي السنه معناها وكملت في المرتبه الخامسه، يعني تتسمى ياسين عملت بلاء حسن بالنسبه لجمعيه جرزيس. سيتي لا سوربريز ان بو دو لا سيزون. وياسين هنا نحب نسالك على النواحي الفنيه. فنيا قلنا معناها من ناحيه البودجي يلزم برشا تدعيم ودعم للجمعيات هذوما، لكن فنيا ايضا الجمعيات هذوما مش كيما الرابطه الثانيه، مش كيما نساق الرابطه الاولى. اكيد بالنظر للبودجي نتاع الجمعيات هذوما من الناحيه الاولى لازم يعملوا على اولاد الفريق ويقوموا بانتدابات موجهه في 4 ولا 5 بلايص في الفريق. بالنسبه يعني الشارم نتاع البطوله في الموسم المقبل اللي الخارطه الجغرافيه مش تتبدل، مش تولي عده فرق من الجنوب، عده فرق من مناطق سواديزون كما قلت انت قبيله مناطق مهمشه. نوجه لهم تحيه كبيره لانه الفرق هذوما كما مستقبل القصرين او اولمبيك سيدي بوزيد او اتحاد بن قردان مش يعطيو شارم للبطوله في الموسم المقبل. فما رمزيه سياسيه ورمزيه تنمويه. الفرق هذوما في الموسم المقبل الفرق الكبيره كل مش تجيها باش تحرك البلاد اقتصاديا نقولوا احنا، سياسيا سيدي بوزيد رمز مهد الثوره، يعني فما شارم في انها تكون موجوده في الرابطه المحترفه الاولى. بالنسبه للوصول للرابطه المحترفه الاولى ماهوش صعيب، لكن الاصعب هو البقاء. لذلك الفرق هذوما لازم يخدموا من تو، يحضروا كوم يلفو، ينتدبوا مدربين ممتازين. ونشكر هنا المدربين وستاف اللي وصلوا الفرق هذوما للرابطه المحترفه الاولى كما حسان القابسي، كما لطفي السبتي، وكما الجنحاوي في القصرين.
مطالبين الناس الكل باش يعملوا ان شاء الله باش يحققوا ويضمنوا البقاء نتاعهم في الموسم المقبل. Monsieur Daniel Sanchez, vous savez certainement qu'il y a 3 nouveaux clubs dans la Ligue professionnelle. Tout à fait, oui, bien Un sûr. avec Etihad Ben Garden, avec Olympique Sidi Bouzid et avec aussi l'avenir Gasserine. Avant de vous poser la question de ces déplacements qui s'annoncent périlleux pour les clubs tunisois ou aussi les clubs du Nord d'une manière générale, vous restez au club africain, vous avez commencé à négocier votre éventuel contrat ou il n'y a rien pour le moment? Écoutez, il n'y a pas de négociation en vue puisque lorsque je suis venu, j'ai signé pour 2 saisons. Voilà, à condition de remplir les objectifs à l'issue de la première saison. Là, les objectifs ont été atteints, donc à partir de là, ça valide automatiquement la deuxième année. Et vous, Donc, vous avez je le devrais désir rester. Moi, je me trouve très bien en Tunisie, je m'y plais, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut qu'il y ait une envie de travailler qui soit commune, voilà, bien évidemment. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'était le titre, c'était être champion, donc on était concentré là-dessus. On n'en a pas discuté, on ne s'est pas vu pour ça. Maintenant, c'est fait, il va falloir qu'on discute, bien sûr. Exact. On peut dire que l'aventure, elle va continuer. Je pense maintenant dans le foot. En tout cas, du côté de M. Sanchez, il est prêt à cela. Voilà. On ne sait pas ce que les dirigeants en pensent. De toute façon, M. Slimarieh a promis d'être avec nous la semaine prochaine, ici même dans ce plateau. On va voir avec lui ce qu'il en est de l'avenir du staff technique du club africain, parce qu'on entend parler de beaucoup de départs, notamment de Montassar Louhichi, le directeur sportif. Je ne sais pas si vous avez des infos concernant cela. Non, pour moi, ça, ce sont des rumeurs. Donc les rumeurs, moi, je ne les commente pas. Donc je n'ai pas d'infos spécifiques par rapport à ça. D'accord, bon, comment ça va rentrer dans nos discussions. Est-ce que ce seront les mêmes personnes ou pas? Moi, je ne sais. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas. Si jamais on vous sollicite pour continuer votre aventure avec le club africain pour une autre saison qui est déjà dans votre contrat, vous allez opter pour 1 ou 2 staff techniques qui seraient éventuellement des étrangers, ou vous allez vous contenter de... Écoutez, aujourd'hui, moi, je suis satisfait de mon staff technique, donc il n'y a pas de raison que l'on change. Maintenant, les choses peuvent évoluer sans... Voilà, d'une part, mais encore que. Mais on peut toujours améliorer quelque chose. Donc si quelqu'un venait en plus ou quoi, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas un besoin spécifique dans ce domaine-là. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez un besoin spécifique, justement? Donc, mais après, ça peut faire l'objet de discussions, de voir pendant la saison ce qui a été, ce qui a moins été, et donc peut-être améliorer les choses. On peut toujours s'améliorer, il faut partir de ce principe-là. Bien sûr. À partir de là, on Sinon, peut faire des choses. comment vous voyez, revenant à la première question, comment vous voyez un peu ces déplacements qui s'annoncent un peu périlleux, surtout qu'on sait et qu'on connaît que ces équipes-là sont très difficiles à négocier sur leur terrain? Voilà, vous avez posé la question et donné la réponse, parce que effectivement, ça a toujours été difficile. On a joué des matchs, même, je me souviens le match à Gafsa, où on gagne quand même 4-0 à l'extérieur. On peut penser que c'est un match à sens unique, et puis quand on refait le film du match, on se dit non, finalement, ça s'est joué sur la deuxième mi-temps, et puis ça n'a pas été si facile que ça. Donc, les matchs ne sont pas faciles, c'est toujours... On a une étiquette un peu de favori, donc les équipes, moi je vois que je prépare les matchs, je vois ces équipes-là sur les matchs précédents, et lorsqu'ils jouent contre nous, j'ai l'impression de jouer contre une autre équipe, d'autres joueurs, avec une motivation supplémentaire et tout, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais je sais que, je pars du principe, moi, que le match sera compliqué et difficile. Alors si après on fait en sorte qu'il soit plus facile, ben, tant mieux, mais il faut toujours se préparer au pire. Et je sais que ces équipes-là, avec des moyens limités, elles feront le maximum. Elles vont compenser par beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, voilà, pour contrecarrer les équipes soi-disant plus fortes, plus du haut de tableau, quoi. En parlant de difficultés financières وتحدثنا قبيله على الصعوبات بالنسبه للفرق هذوما كي باش يطلع منظومه السوسيوس هي منظومه ناجحه في صفاقس على الاقل لتدعيم الفريق الاول ولتدعيم ايضا الانفراستركتور اللي حكينا عليها، البنيه التحتيه اللي حكينا عليها قبيله. تجربه كانت ناجحه برشا في صفاقس ومازالت ناجحه، ينشطوا برشا لي سوسيوس هذوما. شوفوا سوسيوس صفاقس ونشاطاتهم ومن بعد نرجعوا نحكيو.
مرحبا بكم اليوم في السيريموني نتاع سوسيوس ميديكال كاب اللي عملناها على شرف الاطباء والكور ميديكال في صيغه بصفه خاصه. وهذه اليوم الجورني هذه هي نهايه التورنوا. راك تشوفوا معنا اجواء احتفاليه وشيء يعمل كيف، والجمهور تبارك الله فرحان بالاحتفال بالذكرى 87 نتاع بعث نادي الرياضي الصفاقسي والذكرى السابعه نتاع سوسيوس سي اس اس، وان شاء الله كل عام حيين بخير. دالي احتفالات كبيره 87 سنه على تاسيس نادي الصفاقسي، عطاء كبير ومجهود كبير. صحيح والله اليوم شفنا الجو هذا جو كبير برشا، جو يظهر اللي سي اس اس معناها ايكيب عالميه مش كان في تونس وكاو. الجو هذا مش باش تشوفوا معناها في الجمعيات الكل. اليوم ظهرنا اللي احنا عندنا كاليبر اخر، ان شاء الله اياماتنا ديما فرحه، وان شاء الله القادم ديما يكون خير، وان شاء الله تبقى سي اس اس الفوق. غايتنا هو الصغار هذوما نوصلوا لهم رساله اللي احنا ضحينا من اجله، ونحبهم توصل لهم رساله جميله ان شاء الله. سي المختار حاضر كالعاده في كل محافل. بالطبيعه وقت تكون مختار دويب معناتها متواجد في كل معناتها مهم، وبالخصوص مناسبة عزيزة ياسر اللي هي مرور 78 سنة على 87 سنة على تأسيس النادي. هذا الفريق هي عائلة النادي الرياضي الصفاقسي، العائلة الكبيرة اللي تقعد اسم كبير، ولذا هذه رسالة مضمونة الوصول لأحباء النادي الصفاقسي اللي احنا ديما متواجدين في السراء والضراء، ديما موجودين وراء نادينا. 87 سنه لتاسيس النادي الرياضي الصفاقسي، نقولوا ان شاء الله كل عام النادي الرياضي الصفاقسي وكل الانديه التونسيه حيين بخير. من عبد النور، منظومه كيما السوسيوس متواجده اكثر في الاوروب، تواجدت في النادي الرياضي الصفاقسي وكانت ناجحه جدا وتوا ناجحه، يعني تساهم في احتفالات النادي الرياضي الصفاقسي في تدعيم النادي الرياضي الصفاقسي لوجستيا وماديا وفي البنيه التحتيه. بيان سور هذا مش غريب على النادي الصفاقسي، جمعيه كبيره في تونس، بلان تيتر وتلعب ديما معناها على الشامبيونا على الكوب في تونس، دونك حتى الجمهور نتاعك يعاون، هذا مش غريب على الجمهور نتاعهم، عندهم جمعيه باهيه قاعدين معناها ملتفين حولها، وان شاء الله هي مش دونك الجمهور سي بريسك ان جروب ريستران، معناها عندهم انخراطات منخرطين في لي سوسيوس هذوما، سون دي كادر بور لا بلوبار ويدعموا في النادي ماديا ويدعموا حاجه باهيه. ان شاء الله تو نشوفوا جمعيات اللي قلنا عليهم ما عندهمش فلوس ولا عندهم نقص ولا حاجه يعملوا حاجه كيف هناك كيما عملت صفاقس، معناها ستان اكزامبل وكاو. ياسين، انتم كاتحاد يعني بتاع لاعبين تونسيين لكره القدم، تنجموا من بين الاشياء انكم تحثوا اللاعبين سانفستير في جمعيات كيما هكا، في مجموعات كيما هكا نتاع لي سوسيوس لتدعيم فريقهم حتى اللاعبين القدامى ولا لي كادر؟ اكيد. والصوره الممتازه هي صوره حمد العاقد بساحر الاجيال، يعني كي يكون موجود نشوفوا زاد وليدات صغار، يعني طريقه جديده ابتكرها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي ولي كادر هذوما، ويعطيهم الصحه وان شاء الله يعطيوا الاكزامبل للفرق الاخرى باش يلقاو مورد اخر باش يدعموا الفرق نتاعهم. اللاعب لازم يكون ناشط اجتماعيا ولازم يعطي الاكزامبل، ولازم النيفو نتاعو انتيليكتويلمون واجتماعيا يكون ممتاز. دونك بادره طيبه لازم الناس الكل تشجع عليها، لذلك اللاعب لازم يلعب يقوم بدوره من بحكم اللي انسان معروف، انسان كونو مشهور، دونك يلفو دوني ليكزامبل. وياسين، بادره طيبه زاده ايضا بالنسبه للاتحاد الوطني التونسي للاعبين كره القدم اللي ينشط تحت اشراف الجامعه الدوليه للاعبين المحترفين، ينظم تربص ينتهي نهار 15 جوان. التربص هذايا في المركب الرياضي منجي بن ابراهيم، باش نشوفوا بعض لقطات من التربص هذايا، بعد تحكي لنا شويه على اليو ان اف تي اللي اكيد ماذا بها ايضا تكثف من النشاطات نتاعها
وتستقطب اكثر عدد ممكن من اللاعبين المحترفين. علاش لا زاده مش توانسه بركه. ايمن عبد النور معنا تقول لنا رايه في الموضوع معناها نتاع الاتحاد هذايا. من اللاعبين يعني اللي يعطونا الاكزامبل واللي دعم فينا واللي كلمناه والحق مشكور يعني. كلنا بعد باش يدعم فيكم نشوفوا التربص الفيتير بتاع التربص ونرجعوا نشوفوا تدعيمات اللاعبين المحترفين لليو ان اف تي. غيبة على الساحة الرياضية. وينك؟ ويني بطلت يزي من الكورة كهو يزي هذا الحمد لله كمل باللي ينجم وعطاه اللي ينجم يعطيه وكهو الحمد لله توا يزي. عملنا ولا في القصرين طلعنا القصرين الحمد لله يا ربي. مشينا جوارات غدي عملنا باركور باهي سيزون باهي طلعنا القصرين. مازلت على الساحة إن شاء الله مازلت صغير. حلمي سمعنا بيك في سوريا نقوى في قمرت. ما نعرفش ممكن في سوريا تو انا في قمرت. ليه طلعت اشاعه كيك ما ممكن فقدوني يا جماعه حبوا يشوفوني في التيران وانا وقت حبيت نلعب شويه فوتبول في الاماتوريزم فهمتني. بعد شويه البروفيسيونيل سيرتو وقت ثوره ضغط بعض شويه رجعت لعبت في ديفيزيون 4 عمليه ولعبت في ترازيام ليك 3 يعني باش نرجع فورمتي والجو رجع نتاع الكوره. هاني موجود الحمد لله. وين غيبه ظهر والله مش غيبة كبيرة معناتها. من فيفري كنت فسخت العقد مع نادي بنزرتي وكاو توا كلمونا معناتها الأخيان على البادرة الطيبة هذه اللي قام بها معناتها ياسين بوشعالة والأخيان اللي معاه على الكرياسيون تاع الاتحاد هذايا وأنا قاعدين نتريناو ونحضروا في رواحنا كاو. الاتحاد هذه ماهيش حاجه جديده راهو تاسست في اوروبا من الستينات وتوا التحقنا احنا بالقسم الافريقي لانه الاتحاد هذا الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اللي هو لا فيف برو مقسوم على 4 اقسام. القسم الامريكي القسم الاوروبي القسم الاسيوي والقسم الافريقي. احنا توا دخلنا للقسم الافريقي اللي فيه مصر فيه المغرب فيه الغانا فيه كوت ديفوار فيه وصلنا الى 15 بلد يعني منضمين للفيف برو. والمهمه نتاع الفيف برو هي هذه لا فيدراسيون انترناسيونال دي فوتبالور بروفيسيونيل مجعوله عشان اللاعب معناها تعاونوا في حقوقه تعاونوا في تدريبه تعاونوا في الريكونفيرسيون نتاعو لان المشوار المهني نتاعو قصير ياسر. دار لي فكره قويه برشا ما عندناش منها ما صارتش قبل. حاجه باهيه للجوارات خاصه معناها العاطلين معناها اللي ما عملوش ما دبروش كونتراتوات ولا مضروبين ولا اللي كانوا معناها عندهم مشاكل. فرصه كبيره برشا باش نتلموا الناس الكل ديجا هنا جوارات نعرفوا بعضنا عندنا برشا ما نعرفش بعضنا. فرصه باش ترجع مؤهلاتك البدنيه. ونشكروا والله نشكروا بالرسمي نشكروا ياسين بوشعالة خاطر كبش فيها الحكايه وخاطر هي بوزيتيف على الاخر معناها للجوارات. سمعت بها عندي برشا الحكايه هذه اللي هي باش تصير في تونس. عطلت شويه هي جات توا نتصور حاجه باهيه برشا للملاعبي التونسي وحاجه بالحق معناتها باش تنفع بالكدا للملاعبي التونسي. Monsieur Sanchez, le rocher, comme l'ont surnommé la presse française, The Rock, Ayman Abdenour, vous aimeriez avoir un joueur pareil dans l'axe de votre défense clubiste? Bien sûr. Quel est l'entraîneur qui n'aimerait pas avoir ce genre de joueur? D'ailleurs, il est très sollicité, c'est pas un hasard, hein, bien évidemment. Il a fait une très belle saison, il en a fait déjà plusieurs, mais celle-ci, elle a été encore plus mise en valeur parce qu'il y avait cette Champions League, donc forcément, et Monaco a brillé, et lui avec. Mais c'est un joueur de grande qualité qui possède toutes les forces pour réussir dans le football international. Il est en train de le faire, aussi bien défensivement qu'offensivement. Il a les qualités nécessaires. ايمن كما شفنا في التقرير معناها حد ما حط انه ايمن عبد النور من بعد رجوعه لنجم الرياضي الساحلي ينجم يخرج مره اخرى للاحتراف. هل اللي تتطلب مونتال قوي ياسر باش تعمل الباركور هذايا باش اون اون اني تاخذ بلايص معناها نتاع دي جوار كونفيرمي اللي هما معناها معروفين على مستوى عالمي واليوم وليت نجم نقولوا سوليسيتي بار لي بلو غران كلوب دوروب تنجيو قبل مي اش حطيت لها معناها
والله رجعت ساعة جيتي بريتي معناها 6 mois ابخي جو سوي اوبليجي معناها باش نرجع لجامعتي. عديت بهم عام باهي، مشيت ليكيب ناسيونال هزينا الشان ومعناها كان موسم رائع بالنسبه لي. ومن بعد بيان سور تعمل سيزون باهيه وتمشي ليكيب ناسيونال تهز معناها الشان. دونك يجيو الجمعيات، جاوني وقتها نتفكر 3 ولا 4 جمعيات، اخترت تولوز والحمد لله جا في لو بون شوا وبديت مسيرتي من غادي. بالنسبه لموناكو السنه سيزون اكسبسيونيل بالنسبه ليك، اشاك فوا لعبت جورني نتاع تشامبيونز ليغ تو ايتي في ليكيب تيب نتاع الجورني هذيك. ايضا كنت من 3 الملاعبيه اللي تم اختيارهم احسن ملاعبيه ايفوليون في الشامبيونات فرونسي. سي با فاسيل بور ان ديفونسور باش يدخل مع اندري ايو، باش يدخل مع كارديل. قالوا عليك برشا كلام باهي، عدينا اليمون عليك تصور في نهار السيريموني. اندري ايو يشكر فيك ويعاود ايضا منظمي التظاهره هذه. اكيد لا ريكونيسونس دو تي بير اوسي خليك تزيد تحفز اكثر باش تقدم القدام. ايمن والله بيان سور سا في توجور بليزير، ميكن توا الفو غاردي لا فورم ان شاء الله واحد يكمل في المستوى هذايا. وانا جو غارد لي بي سور تير ونكمل نخدم. il y a que le travail معناها كي باي، وهذه حاجه. وثاني حاجه معناها سي فغي عديت سيزون باهيه ان شاء الله. توا كونفيرماسيون سيزون ديجا سي بارتي بالنسبه لي قاعد نحضر في سيزون بروجين وربي يوفق. السيزون بروشين برشا كلمات على ايمن عبد النور. جورنال دو ميركاتو حسبوه خرج انه ايمن عبد النور يسوى توا ما بين 20 و 25 مليون اورو، اللي مطلوب في عدة نوادي: توتنهام، نيوكاسل، فالنس، فولسبورغ، انتر ميلان. حسب وكيل أعمالك أيضا كادير يقول أنه اتصلوا به أيضا من اليوفي، جوفنتوس، أيضا يحكيوا على البرسا، نحكيوا على أرسنال، بي اس جي، بايرن. معناها ظهر كي تجي العروض هذه الكل الملاعبي بعد اون سيزون فريمون معناها سي لو ريف. باهي قبل كل شيء ساعة اني عاودت معاهم عام وقاعدين زاد ديجا يحكيوا معايا توا قاعدين على عام اخر باش نزيدوا في موناكو. دونك ديجا معناها جو سوي تري هورو معناها في جمعيتي. الكونترا نتاعي يوفى 2019. الجمعيات اللي قلتهم توا معناها حاجات باهيه برشا، واذا كان باش نمشي لجمعيه واحده مش هذوما الكل. شنو باش يكون اختيارك جوستومون؟ اتون نجيك. دونك توا ممنوع حتى الجمعيات باش يجيو يحكيوا معايا في التليفون يقولوا لي هكا، يحكيوا بوتيتر مع لاجون تاعي ولا يحكيوا مع جمعيه. فما حد شيء سيغ. اذا كان نقعد في موناكو زاد حاجه باهيه بالنسبه لي، يعني نلعبوا شامبيونز ليغ العام الجاي وعندنا جمعيه باهيه. اذا كان نمشي ان شاء الله نختار ونعملوا بون شوا وربي يوفق. شنو هو لو شوا اللي حسب رايك انت ما بين الجمعيات هذوما الكل وين تحلم باش تلعب ايمن عبد النور؟ وين ترى روحك تعطي معنا جروب، معنا مونتاليتي، معنا فيلوزوفي دو جو، ترى روحك من الجمعيات هذوما؟ بيان سور باش ان شاء الله كان فما اوفر معناها نشوفوا شكون اللي يبعث الاوفر الصحيح معناها سور بابيي، يبعثوا ايميل ولا فاكس، مش كلامه برا نتاع جرايد. تو مازال الوقت وتو نشوفوا كيفاش. ونروح زاد لموناكو باش نعمل بيان سور حاجه سيور باش نعمل بريباراسيون معاهم، ومن بعد ان شاء الله نختار ونعمل البون شوا. الجمعيه شكون بالنسبه لك انت لو شوا يكون فيه ديسيزيف الناحيه باش ندور لك سؤال من ناحيه اخرى باسكو توا تهرب بيا انت تعمل لي في ديفانت. بالنسبه ليك وقت اللي باش تعمل لو شوا التشالنج الرياضي اقوى بالنسبه ليك ولا تحكي زاده اوفر ماديه؟ لا ما نحكيش اوفر ماديه، ميم حتى اللي 20 مليون اللي 25 مليون معناها سي لو كلوب معناها سي هو اللي يهتم بها مش يعني، فهمت؟ هذه حاجه. ثاني حاجه بيان سور اذا كان ان شاء الله باش نمشي جمعيه اخرى باش نختار العرض المناسب ليلي اللي هو باش شنو باش معناها تكون جمعيه خيمه موناكو على المستوى الرياضي بيان سور. اي بالنسبه ليك انت من الجمعيات هذوما انا هي المستوى، انا هي الجمعيه اللي تحلم باش تلعب فيها سي سور اي لاعب عنده غايب جمعيه كبيره مثلا جمعيه كبيره اشوازيغ اونتر هذوما شنو تختار؟ واحده منهم اللي تجي الاولى تنمشيو البطوله اللي ترتاح فيها اكثر بيان احسن البطوله الانجليزيه ان شاء الله، فهمت؟ اذا كان حتى بالكاليتي نتاعك ترى روحك اكثر في البطوله من سانشيز. vous voyez le profil ou les qualités de Ayman Abdenour vont avec quel championnat donc anglais, le championnat espagnol, les qualités du joueur? Il peut jouer partout. Non, plus partout. Maintenant, après c'est une question. En termes de qualité de joueur, comment vous le voyez dans quel championnat? Moi je le vois dans le championnat anglais par exemple, parce qu'il a la qualité physique, le jeu de tête. Dans le championnat italien, dans le championnat espagnol, parce qu'il a les qualités d'un défenseur, mais le football est universel. On ne joue pas un football
différent en Angleterre que voilà, c'est le football en général. Alors, non, il y a des philosophies de jeu différentes. Mais tout dépend dans quel club vous allez. S'il va dans un club comme Arsenal ou un. D'ailleurs, je crois savoir qu'il a une préférence pour Arsenal. Bon, moi je peux que le conseiller. préférence ليه لكن اوكي عندي بريفيرونس للشامبيون ككل هي الانجلترا، لكن بعد كان تجي ان شاء الله جمعيه كبيره من المانيا ولا ايطاليا ولا اسبانيا بيان سور باش زاد نمشي لغادي بقدره ربي، لكن ديما الحاجه اللي مركز عليها اللي هي كان باش نمشي جمعيه باش تكون خير من موناكو. واضح. Je vous disiez, سامحني لا سعد دقيقة. Non, je dis tout dépend dans quel club il va, mais s'il va à Arsenal, je ne peux que lui conseiller. Je connais bien le manager, donc il rentrerait tout à fait dans cette philosophie de jeu. Voilà. Voilà, il a les qualités pour. Mais bien sûr qu'il a les qualités pour ça, oui. لا سعد. هذا أيمن ذكي ياسر والكارير نتاعو بداه ما يخممش على الفلوس. اللي يعجبني انا فيه وانه يخمم نمشي الجمعيه هذيك نلعب، خاطر تمشي الجمعيه وما تلعبش ما عندك حتى فايده طول المده حتى سومك يطيح. مشى لتولوز لعب، بعد تولوز مشى لموناكو لعب. يحب يمشي جمعيه كبيره اللي هو يعرف مش ماديا بركه اللي بها الفائده، جمعيه كبيره اما نلعب فيها خير من نلعب نقعد 6 شهور وبعدين نمشي على روحي. وقت اللي تمشي جمعيه كبيره وتلعب فيها حتى ماديا تتحسن، وبعدين مازال صغير ينجم وقت اللي يوصل عمره 27 28 سنه ويولي اخر عقد وقت يخموا في الفلوس. والاشخاص الملاعبيه التوانسه كل يخموا كيف هو نمشي جمعيه مش على خاطر الفلوس، خاطر برشا ملاعبيه مشاو على خاطر الفلوس وبعد 6 شهور رجعوا. En tout cas, c'est une référence, c'est devenu Ayman Abdenour la référence du football tunisien. نجم نقولوها توا معناها وماناش نجاملوا فيه اكيد لانه وصل لان نيفو كي نسمعوا لي كلوب كي لو كونفوات ونجموا كنقولوا شابو با لايمن عبد النور اللي هو ايضا في قائمه المنتخب الوطني التونسي. القائمه نشوفوها امامنا. حمده لو تسمح انت وسيد المخرج اعطيونا القائمه نتاع اللاعبين المدعوين لتربص المنتخب الوطني التونسي. مثلوثي، بن شريفيه، فاروق بن مسطى، اشرف كرير اللي يدخل للقائمه تاع المنتخب، حمدي النجاز، حمزه العقربي، بلال العيفه، محمد علي اليعقوبي، علي مشاني، زياد بوغطاس، علي معلول، شاكر رقاعي، ستيفان حسين ناطر، كريم العواضي من الملعب التونسي، ايضا ماهر الحناشي نادي الرياضي الصفاقسي، محمد علي منصر النادي الرياضي الصفاقسي، علي البريقي، تيجاني بالعيد، الياس الجلاسي، يوسف المويهبي، ايضا احمد العكايشي، ياسين الخنيسي، صابر خليفه، وعماد المنياوي. والتحق ايضا بقائمه المنتخب حسين الراقد، سيام بن يوسف، فرجاني ساسي، محمد المثناني، وهبي الخزري، فخر الدين بن يوسف، محمد قويده، ياسين الشيخاوي، يوان توزغار. طلبت باش ترتاح ايمن؟ لا ما طلبتش، عندي اون بليسيور ستاف ميديكال نتاعي في موناكو. كان اتصل بستاف ميديكال نتاع المنتخب التونسي وقالوا له راه ايمن يسوغا با معناها ديسپونيبل للماتش نتاع اللي مشي يصير في تونس. بريفير معناها نخليه يرتاح وقاعد نعمل في ريديوكاسيون توا بشويه بشويه قاعد نرجع. مازالت الخايبه نتاع الكوب دافريك اترافير دو لا غورج ولا سافا معناها توا نخموا افونير؟ اي ديما القدام ان شاء الله. نتوي الصفحه ونخموا افونير ونشوفوا برنامج مباريات الوديه لمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم. البرنامج امامكم، برنامج مباريات المنتخب الوطني 12 جوان 8:30 بملعب رادس. هذه المباراه اللي كان يحكي لكم عليها ايمن عبد النور، تونس جيبوتي. 15 جوان 8 نتاع الليل بالدار البيضاء، تونس المغرب. هذه اكيد مباراه كبيره هذيا نستناوها. 18 جوان بالدار البيضاء، تونس ليبيا. هذا برنامج المنتخب ونتمنى له حظ سعيد في المسابقات المقبله اللي تستنى فيه. نحكيو على الكوب دو لا كاف. 4 فرق تونسيه مازالت مترشحه، منها النادي الافريقي اللي باش يلعب مباراه كبيره ضد الاهلي المصري. نشوفوا برنامج مباريات كاس الكاف نهار السبت 6 جوان على الساعه ابتداء من الساعه 3 بعد زوال فيغين. يقولوا بالصنوبر الغاني الترجي الرياضي التونسي لحد 7 جوان. 4:30 بالكوت ديفوار سي كابيجون نادي الرياضي صفاقسي لحد في نفس اليوم 7 جوان 7:15 باولمبي سوسه نجم الساحلي رجاء البيضاوي. 2 رونكونتر سومي هذوما زوز نتصوروا لحد ايضا في توقيت السادسه مساء بملعب رادس النادي الافريقي الاهلي المصري. Une rencontre attendue par les clubistes à 2 volets parce que d'un côté monsieur Sanchez l'Ahli c'est un grand club de l'Afrique. Le club africain a aussi pour objectif d'aller le plus loin possible dans cette coupe de la CAF si je ne me trompe, et en même temps le club africain va être consacré champion et recevoir le trophée le même jour devant 30 000 spectateurs. Je pense
que ce dimanche est attendu par vous tous. Oui, bien sûr. Alors, on aimerait évidemment pouvoir fêter les deux choses. Et le titre et une qualification, ce serait magnifique. Je pense que le stade devrait être bien rempli. Tout le monde attend ce moment et pour nous, c'est important parce que pour la suite de la compétition, il faut absolument se qualifier. Il faut battre cette équipe. Comment vous pouvez battre cette équipe, justement? Vous avez perdu le match aller, match retour. C'est un club dont tout le monde dit qu'il n'est plus le même. Ce n'est pas l'Ahli d'avant, mais l'Ahli a prouvé sur son terrain qu'il y est encore. Avant, je ne sais pas, mais là, j'ai vu une très bonne équipe. On a joué en Égypte, ça a été un match difficile. On aurait pu revenir avec un match nul, c'était tout à fait possible. Donc là, la qualification reste possible. Il faudra marquer, bien évidemment, mais avec l'appui de nos supporters, avec le mental qu'on peut avoir là, après ce titre, je pense que ça va nous aider. Mais il faudra faire un gros match, il faudra avoir l'état d'esprit nécessaire. Un petit peu comme on l'a eu, notamment lors du derby face à l'Espérance. Voilà. Si on a cet état d'esprit-là, si on veut aller de l'avant, si on se donne les moyens pour cette qualification, on a quelque chose à faire. Mais encore une fois, on aura besoin de tout le monde et le soutien de Techniquement, de comment nos vous supporters. pensez négocier ce match? On doit quand même régler un gros problème, c'est l'absence de Saber Khalifa. Zawedi va le remplacer? Donc, c'est une possibilité, bien sûr. Oui, ça fait quelque temps qu'il... par la force des choses, il a été suspendu, donc il peut venir, il peut nous aider dans un match décisif et tout. On est en train de peaufiner ça, en train d'y penser, mais ça peut être un élément déterminant, bien sûr. Merci. أيمن عبد النور، مباراة النجم الرياضي الساحلي رجاء البيضاوي. ماتش سعيد بالنسبه لنا نحن فوالا مالوغوزمون في الماتش اللي خسرنا 2-0. نعرف اللي عدينا ماتش باهي ومغيتي ميو، لكن عندي ثقه في كالعاده في الاولاد. نهار الاحد ان شاء الله ما نقبلوش بونت ونحاولوا الماركيو، وكالعاده جو سخي وستاد ان شاء الله. ترجي الرياضي التونسي يقولوا بالصنوبر الغاني لاسحت. يظل لي نتيجه الذهاب يعني حصلت انه الترجي فاز ب 4-0. يعني ما ظهر لي كان الترجي الرياضي التونسي باش يرجع. المشكله الوحيده هي الكونسنتراسيون تاع الملاعبيه بعد ما تربح 4 شيء. كيفاش باش تمشي تلعب وكيفاش باش تحضر الماتش، وكل الملاعبيه يبداو عارفين وانه الماتش حصل. اما نتمنى ان الفرق التوانسه كل بصفه عامه تونس ان شاء الله الجمعه الجايه تكون فرحانه كلها من سوسه للبنغردان للبنزرت. أسك أبيجان نادي الرياضي الصفاقسي ياسين، رغم الأسبقية المريحة للنادي الرياضي الصفاقسي في مقابلة الذهاب، لكن لازم يحتاط وياخذ الحذر نتاعو في مقابلة الإياب. نعولوا على الوليدات الصغيرات نتاع النادي الرياضي الصفاقسي يبداو يقدموا في نهاية موسم ممتازة. خبرة الإطار الفني أنيس بوجلبان عنده دور كبير زاده، وإن شاء الله كما قال سي الأسعد نكونوا فرحانين الجمعة الجاية الناس الكل. مشكور جدا ياسين بوشعالة اللي كنت معنا اليوم، ونتمنى لك حظ سعيد ليك واليو ان اف تي، وان شاء الله مزيد النشاطات ويكبر عدد المنخرطين فيه. اكيد كل ما تكون عندكم حاجه جديده اون لا كوفر يلزم نشجعوا كما قلت انت، حتى الاعلام يلزم يشجع ce genre d'initiative. Monsieur Daniel Sanchez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'être présent avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. Et je vous dis bonne chance pour la suite de votre parcours pour la Coupe de la CAF, et pourquoi pas une autre saison au club africain. On suivra certainement l'info vous concernant et concernant votre avenir au club africain. Et félicitations encore une fois pour le championnat. Merci. أيمن عبد النور، مشكور جدا اللي كنت معنا اليوم. ان شاء الله كارير كبيره ياسر، مش احنا متوقعينها لك، اكيد الفنيين الكل في العالم متوقعين لك كارير كبيره ياسر. ان شاء الله تعمل كل اللي تتمناه، ونسلموا على الوالده. نعرفك اللي متعلق برشا بالوالده، سلموا عليها بالمناسبه. اكيد راهي تتبع فيك. برنامجك توا معناه ترتاح شويه لهنا، شنو برنامجك؟ قعدنا في ريدوكاسيون بالمناسبه. جاني كيني من فرنسا، قعد في احد النزل معنا في بسوسه. قاعدين نعملوا في ريدوكاسيون كل يوم وان شاء الله. قداش عندك راحه وقتاش تروح؟ روح ان شاء الله في وسط الشهر هذا. تروح في وسط الشهر هذايا بوغ ابروندر لي زونترينمون. اكيد نعرفوا وجهتك المقبله، كان فما وجهه مقبله ماكش تقعد في موناكو تقول لنا عليها، نقعد نتابعوا الاخبار نتاعك. لاسعد جارده، ميرسي بوكو زاده كنت معنا اليوم، ونتمنى لك حظ سعيد في لي 3 بروشين سيزون مع ناديك النمساوي. ميرسي يا عايده، وبارك الله فيك على الاستدعاء. وان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله بلادنا بخير، وان شاء الله الملاعبيه نتاعنا والفرق نتاعنا يحبوا بعضهم
وان شاء الله تونس ديما من احسن الى احسن. احنا نحبوا بعضنا في فارس تي في، نشكر الفريق الكل العامل على العشاء سبور على فارس تي في، مشكورين جدا اللي كنتوا معنا في المشاهده. نقول مره اخرى مبروك للنادي الافريقي، اكيد نزيدوا نحاولوا نعملوا حاجه سبيسيفيك يكونوا فيها الملاعبيه حاضرين. تعرفوا اللي ما نجموش اليوم يكونوا حاضرين معنا لانهم عندهم مباراه مهمه ضد الاهلي المصري وهما توا في تربص. مشكورين جدا اللي كنتوا معنا في المتابعه. كل نهار الجمعه الجايه تلقاونا 9 غير ربع على فارس تي في في عشاء سبور جديد مع برامج مع مواضيع حوار جديده. اكيد يكونوا معنا المتوجين في السيزون هذيا، تكون الريكاب نتاع توت لا سيزون على فيرست تي في. تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا، تلقاو اهم ما تقال اليوم على باج فيسبوك فيرست تي في ولا على سيت اوفيسيال فيرست تي في. تصبح على خير الناس الكل. Thank you.